هلا اميراتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تسمعوا لهاد البارت هادي ولا هاد الجزء من القصه وتكونوا في افضل الاحوال. نبغي نقول لكم بلي هاد البارت هذا بالضبط غادي يحمقكم. ما غاديش نطول عليكم بزاف في المقدمه، نقول لكم ديروا لايك واشتراك للقناه الا كنتم مازال ما سمعتوني. بليز ديروا اشتراك باش نكبروا العائله ديال الاميرات اكثر، وديروا تعليق زوين بحالكم لانه كيحفزني بزاف. ونقول لكم واش عاقلين فين خليناها. بسم الله نبداو القصه ديالنا. حوار بين ابراهام ومالك. مستر اصلا اللي اواك باش تقتلو ياك ويقبل السباق. جابو ابراهام. كنت عارفه حيت عمرك غلطتي في التصويب، ولكن واخا هكا كان عندي واحد الشك صغير. داكشي علاش بغيت تغطيه عليا. نطق ابراهام: ايوا الاصدقاء وقت الضيق. دابا نفترضوا باللي سي ارسلان دغيا اكتشف الكذب ديالك. نفترضوا كنت فعلا غلطت في التصويب وكذبتي وعاقبيك. نطق ابراهام وهو كيضحك: ديك الساعه غادي نشاركني معاك، حتى الا كنتي غتموت نمشيو انا وياك. ولكن ما فهمتش واحد الحاجه. نطق مالك: علاش السي ارسلان قال لي نقتلو؟ تماما بحالي بحالك، ولكن بيناتنا دار شي حاجه ماشي هي هاديك. نطق ابراهام: السي اسوار مقلق بزاف. بطبيعه الحال غيتقلق، ما تنساش اديب كان الصديق المقرب ديالو في المعسكر. ايوا شوف شنو دار. ما كانش السي ارسلان غادي يامر باش يتقتل بدون سبب، كان عليه يفكر في العواقب اش كيدير. ابراهام بنظرات شك: كيبان ليا عارف شنو دار ومخرجش تقول ليا من نيتك. علاش فين عمر مستر ارسلان عطاني مبررات على شنو قراراتو ولا شنو كيدير؟ نضا ولدي شت وليت غير كدابز ديك الضربه بانت ليا فريمون اثرت لك على عقلك. بعدا اجي عاود لي كي وقع ليك. انطق ابراهام بحقد: ما تفكرنيش. مالك: ما بقاش فيك الحال. ما يبقاش فيك الحال. هديك حاجه عاديه بحال هاد السباقات، عندي شحال من مره تضربنا. ابراهام: كون ما كانتش من جهه مستر ارسلان كون خويت فردي فيها بدون تردد. نو ما تقولش ليا ايفا. جاوبو ابراهام: وشكون من غيرها؟ انا متاكد كانت متقصده ديرها. جاوبو مالك: ما عطلاتك جاتها الفرصه ترد لك الصرف ورداتو. اخ باه غير شي نهار مستر ارسلان يوصيني عليها بالرب ما نرحمها. بان ليا محال يجي هاد النهار. كلشي ممكن معاينا، غير نتسناو حتى الا جا كنت متاكد غيتكلم بها بنفسه. نطق ابراهام وهو قالب عليه: قلب عليا غير كتزيد طيح عليا الضيم. بقاو مكملين حديثهم حتى وصلوا للمعسكر. كان الظلام وغير الاناره ديال المعسكر هي اللي مضويه الساحه. لقاو اسوار سبقوهم بلاصه ديال ارسلان اللوطو وبقى فيها، بينما ابراهام ومالك كانوا لحقوا عليه. خرجوا من اللوطو وبقاو كيتسناوه يخرج حتى عطاهم اشاره باش يمشيو، عاد مشاو. ايفا: ليله سعيده سي ارسلان. جات تهبط ولكن منعتها يديه. قلت لك هبطي. ايفا باستغراب: نعم. نطق ارسلان: هضرتي اللي ما درتيش بها، عندك يسحاب لك غدوز لك هكاك. ولكن مستر ارسلان انا درت غير الشي حيت تسحاب ليا. ارسلان ابتسامه جانبيه: على حد علمي ايفا ما كتخافش، ولكن بالي دار اعتبرت شي تهرب من العقاب. ايفا عقدت حجبانها: ما كان خافش وما عنديش عاش نتهرب السي ارسلان، ولا شتيني غلطت اوكي تقدر تعاقبني بالعقاب اللي باغي ونتحمل العواقب ديال الفعله ديالي. هاد الهضره ما غتشفعش ليك، غدا وجدي راسك. لا ياش. جاوبها ارسلان وهو مبرد: غتحيد لك الاشاره ديال القائد ومرحبا بك في رتبه الجنديه مره اخرى. كيفاش؟ انا غنرجع جنديه وتدريبات اللي مجهزه للجنود، الحرب اللي ما بقى ليها والو، نقاط ضعفهم اللي باقي خاص نحيدهم. نطق ارسلان: هادشي كان عليك تفكري فيه قبل ما ديري اللي في راسك. بقات كتشوف فيه وهي مصدومه. ايفا بعصبيه: انا غنرجع للرتبه الجنديه وغنتدرب مع هادوك الجنود المبتدئين. انا اللي 5 سنين وانا تحت التدريب، غيضربني قائد مبتدئ وغنكون بحال دوك الجنود. ارسلان بملامح خاليه من اي تعبير. ايفا: اش من ايفا؟ واش هادشي كامل غير حيت ضربتو لكتفو؟ وهو فاش كان كيعيبني ويحضر عليا فاش كان كيراقب المعسكر، علاش ما هضرتيش فيه؟ ولا حيت هو قبل ما تكملها قاتل الفردي وسط عينيها: زيديك المخاله سخيتي بروحك. بقات كتشوف الفردي اللي في جهتها وكتشوف ارسنال اللي ما بانش ليها كيضحك. بيان سوغ في حال هاد الامور ما كيضحكش، ويبقى السؤال مطروح: علاش اللي باقي صابر لفعايلها حتى لهاد المده؟ واقيلا صبروا طويل ياكو. ولكن انا ذكرت في الاول بلي الصبر قليل بزاف، ولا نقولوا ما عندوش الصبر، ما كيعرفش شي حاجه سميتها الصبر. باغي تقتلني سي ارسلان؟ انا تدربت تحت يديك 5 سنين، باغي تقتلني على ود غلطه بسيطه بحال هادي؟ اوكي انا مستعده قتلني وما تعاقبنيش بانني نتدرب مع جهود مستواهم قل من المستوى ديالي، ودربني قائد مستواه دنيء. قتلني. سمعتيني قلت غيكون تدريبك تحت يد شي حد اخر، تدريبك انا اللي غنشرف عليه وباش نكون حريص على بحال هاد الاغلاط ما يتعاودوش مره اخرى. ايفا بصمت. غدا نلقاك مع الربعه لتحت في الساحه. ايفا قلبت وجهها: واخا نسيتي شي حاجه؟ السي ارسلان حيد سلاحه ورجعو لبلاصتو. هو كيشوف هاد الغرور وقسوحيه الراس اللي مازال فيها، وخا التصفر ما عطات طبيعتها هي طبيعتها. ارسلان: هبطي.
هبطات بلا اي كلمه، ساخطه على الوضعيه. كيف ضحكت حق الاخر كلشي بسبابو. كل ما كانش كيجبدني كاع ما كنت غنفكر نتيري فيه. بدات في اتجاه مكتبها نيشان، ما بقاتش عندها كاع الكانه لا العشاء لا الهضره. ابراهام مستر اصلا الاجتماع كاين غدا، وسيادتكم مازال ما قررتوا شكون اللي تصيفط باش يمثل العائله ديال روتشيلد. مالك سي اصلا عاود صونا هذه 5 ديال الدقائق حيت لقات التيلي ديالك طافي، وعاود سولنا شكون اللي غيتصيفط الاجتماع. اللي غنصيفطوه راه واضح. شكون مستر ارسلان؟ الممثل ديال العائله. مالك بول اوبروغ. ارسلان ابراهام تكلف مشى من تما وخلاهم. مالك العجب علاش مستر ارسلان ما بغاش يحضر الاجتماع بنفسه وقرر يخلي داك الشارف هو اللي يمثل العائله ديال روتشارد. ابراهام وشنو بغيتي يمشي هو بنفسه ويحضر اجتماع حاضرين فيه غير ممثلين ديال العائلات؟ هذا بحد ذاته غادي تقلل من قيمه عائله روتشارد. داكشي علاش قرر يصيفط ممثل واحد، ومادام هو يصيفط غير واحد يعني راه تايق فيه. مالك علاش العائلات الاخرين شحال مصيفطين؟ عائلة روغلو صيفطوا جوج ممثلين اللي غيمثلوهم في الاجتماع، نساليو اندريس وفرانك فاندريبل. وبالنسبه للمؤسس مورغان غادي يصيفطوا 3 ديال الممثلين، هنري ديفست وشارين نورتون وشكون اخر بنجامين سنتروم. مالك نطق مالك مصيفطين غير الشارف الخوه، واخا شارفين ما تستخفش بيهم، هادوك راه ممثلين رسميين ديالهم بحال الممثل ديال عائله روتشيلد. ما تنساش حتى هو راه ممثل رسمي ديالهم، داكشي علاش هو اللي غيمثلهم في هذا الاجتماع. باين الاجتماع مهم بزاف. نطق ابراهام مهم بزاف اكثر ما كتصور، خصوصا المستقبل ديال هاد العائلات بثلاثه. داكشي علاش مستر ارسلان غيكون مع تواصل مع اوربوغ باش يعرف التفاصيل ديال الاجتماع. جالس في الجلسه ديالو في السطح ديال المعسكر اللي كانوا موجودين ليه قبل ما يجي، كتكون موجه الفوتويات، واحد جالس فيه وواحد قدامه جالس فيه اسوار، وسطهم طبله صغيره وفوق قراعي ديال الشراب الفاخر. كيلعب بالكاس ديالو وكيسمع الاسئله ديال خوه اللي ما كيتقاداوش من علاش وعلاش وكيفاش وامتى وفين الى اخره. اصوات ما غتمشيش تحضر الاجتماع، ما مولفاش ليك تفلت بحال هاد الاجتماعات. غنصيفط اوبروغ يمتلنا والتفاصيل ديال الاجتماع غيدوزو من تحت عيني. مني ما تايقش فيهم علاش غنتفق معاهم؟ نطق اسوار منين ما غتايقش فيهم علاش غنتفقوا معاهم في شي حاجه كبيره ومهمه بحال هادي؟ جاوبو ارسلان حيت غادي نحتاجوهم. اسوار انا لحد الساعه ما فهمتش اش باغي تصنع انت وجدي، واش مقدار ديال المشاكل اللي يقدروا يجيبوا لينا من هادشي ولا لا؟ راه هادشي كيتسمى خيانه ديال الاعضاء مهمين من العائله، ماسونيه، وزايدون هادشي راه عندهم مكانات حتى هما في المجتمع. هادشي غيجبد لينا المشاكل بزاف. قرب لعندو ارسلان وشاف ليه في عينيه. نطق ارسلان فدارك انا غندير مخاطره بحال هادي بلا ما نكون ضارب الحساب لكلشي؟ شنو ناوي يدير؟ رجع ارسلان بلاصتو وتكا بظهرو على الفوطي وطلق يديه من فوقهم. ارسلان برود ماشي شي حاجه كبيره، غادي نبنيو سفينه كبيره ومغريه مكيش بحالها ولا بطبيعه الحال غيتاخد لينا شويه ديال الوقت، ولكن هادشي ما كيهمش حيت كيتهمني النتيجه ديال هادشي. من مور ما نساليو منها غادي نخليو شركه وات ستار نت لشركه السفن ديال المؤسس جي بي مورغان يدير ليها ترويج بالسميه ديال السفينه اللي مستحيل تغرق. اسوار ايوا شنو الفائده من هادشي؟ الفائده هي مول ما غتكون واجده غادي تكلف جي بي مورغان بالدعوه ديال دوك الثلاثه اللي تعاقد هاد الاجتماع عليهم واللي غادي نبينوا اكبر سفينه على ودهم. غيصيفط ليهم دعوه الاول رحله فيها، وبطبيعه الحال ما غيرفضوش بحال هاد العرض المغري، خصوصا انه غيقنعهم بلي هو بنفسه غيمشي فيها. هادشي ما غاديش يخلي ليهم الشك. اصوار بلاتي ما تقولش لي ناوي تغرقهم فيها. كيعجبني الذكاء ديالك اللي كيفيق مره والناس اللي غيكونوا راكبين فيها والارواح اللي غيمشيو. اصلا بعدم اهتمام ما ضربتهمش على يديهم باش يركبوا فيها. اسوار واش عارف اش كتقول ولا لا؟ راه هادشي ماشي لعبه، راه قضيه مئات الارواح غتمشي غير حيت باغي تقتل 3 ديال الناس. علاش هادشي كامل وانت قادر تقتلهم بلا هاد المعمعه كامله؟ كيعجبني الاثاره ومنها نيت يبانوا ماتوا موته طبيعيه. اوكي غتكون هاد الموتة الطبيعيه كي غيدير تغرق سفينه بهاد الوصف اللي عطيتيني؟ قنبله وحده في السفينه كافيه ووافيه. ونسيتي فاش غادي يبداو تقلب في هاد القضيه، كيفاش غرقات السفينه وعلاش غرقات؟ واش عارف شكون باغي تقتل ولا راك غير كتهضر؟ راك غتقتل 3 من اهم رجال الامان في العالم. عند بالك موتهم غادي يدوز بهذا الساهل؟ ما تنساش باللي عندهم مكانه اجتماعيه. هاد الافكار ديالك غادي يخليو الشبهات يتوجهوا لينا حنا ويفهمونا، حتى واحد ما يقدر يهضر معانا ولا يحاسبنا. ولكن سمعتنا واش في نظرك بلي ولادهم غادي يسكتوا؟ راه غتبان بلي السفينه غرقات بسبب قنبله. ما فكرتيش في هاد الشيء؟ جبل جليدي كافي باش يقنعهم بلي السفينه دخلات فيه وهذه هي السبب في انها غرقات. وبيان سور القوارب ديال النجاه غيكونوا ما كافيينش. رجع راسو اللور
شكون بحالهم غيموتوا موته كلاسيكيه؟ بقى مصدوم في خوه. اصوار بصدمه. انت محال تكون بنادم ناوي تقتل المئات على ود حاجه بحال هذه. اصوار بدون مبالاه. غنعطيك الحق تقترح شي سميه تناسبها. واش كتسمعني ولا لا؟ اش بان لك سميه تيتان؟ بانت ليا مزيانه. كيفاش؟ دابا انت ناوي تطبق داكشي اللي قريتيه في الكتاب ديال العبث؟ هذا راه فكره جنونيه. كنهني الكاتب ديال ديك الكتاب على هاد الافكار. اصلا راني داوي معاك. ما بقاتش عاجباني السميه ديال تيتان. اش بان لك السميه ديال تيتانيك؟ غتناسبها. نطق اسوار. فكر غير في ردة الفعل ديال ولد جون جاكوب اسطور. يقدر يبقى كيقلب في هذا الموضوع بزاف. شاف فيه ارسلان بدون سابق انذار طلق ضحكه بصوت عالي. صدمات اسوار. واش هو كيهضر معاه ولا الاخر كيضحك من نيتو؟ عاود حسبسها. ارسلان، واش في نظرك ولدو فاش غيشوف الثروه اللي خلى ليه باه هو باقي في هاد السن ديال العشرينات عاد يبقى يسول كيفاش مات وشكون قتلو؟ اسوار، وشنو ناوي دير من مور هاد الشي؟ غتكمل مخططاتك انت وجدي ودوك الخيتنا اللي غيتعقد معاهم الاجتماع على حساب ارواح الناس؟ عادي، غادي نكملوا هداك الشيء اللي بدينا في انشاء النظام العالمي الجديد، الاحتياط الفيدرالي الامريكي. اسوار، كتقصد البنك المركزي؟ ارسلان، نفس الشيء. حيت مور ما غيموتوا دوك الثلاثه اللي كانوا معارضين هاد الشيء ما غتبقى حتى حاجه منعاها. عبقاش كنعرفك تبدلتي بزاف. نقص شويه من الدراما ديالك، نصيحه ليك حيت ما صالحش ليك. اسوار، الا كانت الدراما هي انني ما نتقبلش يمشيو مئات الارواح ضحيه لهذا المخطط الخبيث ديالك، وي انا نعتبرها دراما، ولكن نبغي نعلمك بحاجه وحده. انا ما غندخلش في هذا الشيء لا من قريب ولا من بعيد. وشكون قال لك انا محتاجك تتدخل؟ خليك غير بعيد على هذا الشيء وما ديرش شي تصرف غبي. اسوار، ليله سعيده. نض من تما وخلى ارسلان مستمتع بالمنظر ديال النجوم. صباح فقط راشقة ليها، ولكن غير تفكرات بلي تجردت من الإشارة ديال القائد طلع ليها الدم. دارت روتينها الصباحي ومشات تفطر. كان المطعم خاوي حيت ارسلان دار معاها تبدا في التفيق مع 4 ديال الصباح. هاد الوقت كيكون باقي كلشي ناعس. فطرات وخرجت للساحه وبدات في التسخينات. بينما يجي ارسلان دازت 5 ديال الدقائق و10 ديال الدقائق وربع ساعه و30 دقيقه والو مازال ما جا. باستغراب، كيفاش دابا؟ واش انا غنبقى ندير غير في التسخينات؟ شكون عندها ابراهام الشقاسه فايقه باش تشمي الهوا الصباحي ياكي؟ ايفا بدون ما تعطيها اهميه كانت ناسي ارسلان. مستر ارسلان قال لك عندك 3 ديال السوايع ديال التسخينات والتدريبات العاديه، موراها طلع لعنده للمكتب. كيفاش دابا هادو هما التدريب؟ ابراهام، كتسوليني انا؟ دير داكشي اللي قال لك. مشى وخلاها متبعه بعينيها. دابا فايقه مع 4 ديال الصباح باش ندير تسخينات؟ وظفاك. بقات كتشوف مده ولقات احسن حل هو دير اشقال باش تقدر ترجع للرتبه ديالها، واخا هادشي ولا كيبان ليها مستحيل. الساحه بدات كتعمر والعلامات ديال الاستغراب ديال الجنود بداو كيبانوا. علاش اللي ما كتدربش مجموعتها؟ حتى قال لهم ابراهام شنو كاين، واخا ما كانتش باغاهم يعرفوا دارها بالعاني باش يبرد الضرب اللي تسببات ليه فيها، وهادشي تسبب ليها في نظرات الشفشف فيه. من بعد الجنود بغاوها فيها النيت. حاولت تنسى هادشي ومشات كتجري. دازت 3 ديال السوايع بسرعه البرق. ما حبتش فيهم تدريب. كي غادي دير تحبس وابراهام مراقبها. واخيرا سالات. مشات لجهه ابراهام. سالي يمشيو عند مستر ارسلان. مشاو في جهه المكتب ديالو وصلوا دقوا عاد دخلوا لقاو تما ارسلان ومالك معاه. ارسلان، درتي داكشي اللي قلت لك؟ درتو كامل وها هو ابراهام شاهد. ابراهام لقاها فرصه النيت واستغلها. شويه وصافي بنتي ليا مرخيه النيت. انا مرخيه 3 ديال الساعات ما حبستش نهائيا كتقول لي مرخيه؟ نطق ارسلان. سكات. مستر ارسلان شي اوامر اخرى؟ جاوبو ارسلان. لا. ايفا، سي ارسلان قال لي ابراهام بلي بغيتيني. نطق ارسلان. باش نعاود نذكرك بالقواعد. ايفا، وكنا اكيد السي ارسلان ما غنساهمش. جاوبها ببرود. 4 ديال القواعد ما يتحرقوش، ذكرتهم لك في الاول وغنعاودهم، وغتكون هذه اخر مره نعاودهم. شنو هما مستر ارسلان؟ الاحترام، وممنوع تناقشيني، ممنوع تسوليني، وركزي ليا مزيان على كلمه علاش، ما نبغيش نسمعها. فهمتوا؟ لكن حنا السؤال بسيط، ممنوع الاسئله. ايفا، ولكن ضروري نعرف. ممنوع النقاش. نطرات ايفا بنفره. علاش؟ ارسلان بهدوء. وهكذا بكل بساطه اخترقت 4 ديال القواعد. ممنوع الاسئله، ممنوع النقاش، ممنوع كلام، ممنوع علاش، والاحترام موجب ديالك ديريه. ايفا بصمت. عطى اشاره لابراهام ومالك باش يخرجوا ومشى. وجا لعندها قرب منها دوز يدو على حنكها ورجعت بالزربه للور. غندوز ليك هاد المره، والمره الجايه ما غنضمنهاش ليك. نطقها بغمزه. ايفا بغضب. فهمت السي ارسلان. رجع اللور وجلس في الطاوله ديال البيرو. نطق ارسلان. ما عاودتيش ليا. شنو غنعاود لك السي ارسلان؟ جاوبها ارسلان.
كي كانت علاقتك مع أسوار؟ نتقيت إيفا باستغراب، بحال كاع العلاقات. نفهم من كلامك بلي تعمقتو فيها مزيان ياكي. شنو كتقصد بهاد الهضره؟ راكي عارفه اش كنقصد. ما تلعبيش عليا الدور ديال الغبيه اللي ما كتفهمش، حيت ما كيجيش معاك. بقات كتشوف فيه مطوله وجاوباتو. كانت علاقه محترمه، حتى خسرها المحترم ديال خوك السي ارسلان فاش حاول يقتلني. بقى ساكت شويه وهو ينطق. فاش كنتي باغا تسوليني واش غنبقى في الرتبه ديال الجنديه طول هاد المده اللي غنبقاو فيها هنايا؟ بالي دغيا مليتيها ايفا. لا لا حاشا، ولكن بغيت نعرف. ناض من فوق البيرو. فاش غنشوفك درتي عقلك غنرجعك لبلاصتك. يعني باقي غنرجع ياكا. ما تفرحيش بزاف مادام مازال ما درتي عقلك كتبقاي جنديه عندي. ولكن السي ارسلان شحال تقريبا غنبقى تحت التدريب؟ مادام كتنساي القواعد بهاد الزربه ما نضمنش لك بلي غترجعي للرتبه ديالك. كنعتذر. هز في يديه درع مضاد للرصاص. تبعيني. خرج من المكتب وكالعاده ما بقاتش موراه بل مشات معاه في نفس الخط. وصلوا للساحه ديال التدريب. كان كلشي مشغول بالتدريب ومجموعتها كان شدها اسوار كيدربها. تعصبات بزاف فاش شافتو كيدربهم. ايفا الحيه والله اخر انا متاكده باغي يضرب لي كلشي في الزيرو. جاوبها ارسلان، قلتي شي حاجه؟ ويا مستر ارسلان قلت لك شنو النوع ديال التدريب ديال اليوم. ما تزربيش على روحك، مازال النهار طويل. بقاو غاديين حتى وصل لواحد الجهه في الساحه خاويه ووقف. انا في كامل الاستعداد لاي تدريب ديالك السي ارسلان. لبسي هادي، لح ليها الدرع وفهمات الطياره بلي باغي يختبرها واش كتخاف من الرصاص، حيت سبق ليها دارت هاد التدريب لمجموعتها باش تجبد منهم الخوف من القرطاس. وفعلا نجحات في داكشي، ولكن عمرها توقعت بلي غدوز من نفس التدريب اللي لبساتو هي في كامل الاستعداد ديالها. واخا عمرها جربات، ولكن هي عارفه راسها ما تخافش من القرطاس، حيت بكل بساطه ما كتخاف من والو. حاضره مستر ارسلان. مستعده؟ في كامل الاستعداد السي ارسلان. وقفي نيشان. تم. قلتلك قادي وقفتك ماشي عوجي رجليك. تم مستر ارسلان. كانت واقفه وحاله يديها، جبت سلاحه ووجهو لجهتها. ما هي الا ثواني حتى بدا كيضرب بالقرطاس في جهتها. بدا بقرطاسه وشاف ملامح ايفا اللي كانت مدار تحت ردة فعل. عاود ضرب جوج قرطاسات متتاليين وفي نفس الشيء. ما كانت حتى شي ردة فعل. شي بدا كيتيلي بدون ما يحبس. وهي غير ما زادو كترجع اللور، عارفه ما غيغلطش في الهدف ديالو من غير الا دارها بالعاني. بقى كيتيري حتى خويا الفردي عاد حبس. ما خيبتيش ظني. عارفه راسي السي ارسلان. نقدروا نقولوا الموت ماشي من نقاط ضعفك، ولكن ضروري غيكونوا نقاط اخرين غيبانوا مع الوقت. جابته ايفا بكل ثقه. غنعاود نقولها السي ارسلان، انا ماشي ضعيفه باش يكونوا عندي نقاط ضعف. شافت فيه بنظرات عميقه بحالك تماما يا مستر ارسلان. هز حاجبو. كتقاني راسك بيا نعتبرها جراءه. حاش انا عطيت غير مثال السي ارسلان، واش من الخطا نعطي المثال بالقدوه ديالي؟ غنمشي دابا. بالنسبه ليك عندك التمرين ديال تراكسيون النهار كامل وماشي هنا. فين؟ ليه حدا صحابك، حدا هادوك. بل لي نسيتي بلي راك كنتي منهم ورجعتي ليهم. غنمشيو من الاحسن لك تتبعي القواعد. مشى للمكتب ديالو خلاها كتشوف فين، قال ليها تدرب. بعد ساعه مجبده في الارض كتطلع وتهبط كتلعب تراكسيون وكتنعل اللحظه اللي فكرت فيها تضرب ابراهام. حتى فيقتها ضربه في المؤخره ديالها نيضاتها قافزه والقروده طالعين ليها في راسها. هب الغوات، كيفاش وصلت بك تحطي يدك عليا؟ نطق جندي. بنتي لي ربيتي الطرفه. غمزها. ايفا وهي كتحاول تكتم اعصابها. عندك فرصه تحذف هضرتك وتعتذر. بما انك رجعتي بحالك بحالنا، اش باين لك في شي ليله معايا؟ ما تستاهلش زعما ولا عطاها غير القياد. ايفا بنفات صبر. باقي عندك فرصه اخيره، بربي ما تطلب السماح الملامح كنخربقهم ليك. جاوبها الجندي. كالما بنتي، صافي سالو منك ورجعوك لعندنا. من سي اسوار الاديب ومن اديب لسي ارسلان وشكون اخر. كنظن هادشي عادي بالنسبه ليك. ما فين يكمل حتى نزلت عليه بكروشيه للنيف عفاتو. قاس نيفو لقى الدم وعاود ضال عندها. كيفاش جرأتي هاد العاهره؟ رجع ليها الدقه وعاد رجعتها ليه مدوبله. نطت المطيفه بيناتهم والجنود داروا حلقه ليهم. بقاو ضربه مني ضربه منك وكلمتها بانها غتخسر ليه الملامح ديال وجهه. ما مشاتش غير هكذاك، حيت فعلا خسرات ليه الملامح وجهه. بردت فيه الغدايد ديال الدنيا والدين. ابراهام رتبتها لي نزلات عبده ديال الاسوار وتقرب ارسلان منها. ما حبيت حتى سمعت واحد الصوت. اش هاد الفوضى؟ بقى كلشي مصدوم فيها وحتى واحد ما دخل يفك. حتى حبسها واحد الصوت. اسوار اش هاد الفوضى هنايا؟ نط من فوق وبدات كتمسح في نيفها اللي كان كيسيل منه الدم. نطق الجندي بغضب. مستر اسوار هي اللي بدات في الاول. شنو دارت؟ حنا راسو. عيراتي بدات كضربني بدون سبب. ايفا بعصبيه. كتكذب وانا كاينه هنا. علاش ما قلتيليش شنو درتي حتى عايرتك وخليتي على الشك؟ ما تسمعش ليها مستر اسوار، راها كدابه. ايفا كدابه ياك؟ بديت تمشي ترجع تكمل عليه حتى عاود قطعها صوت اسوار. سكات. كون ما حاولتيش تقرب مني وتجاوز حدودك ما كنتش غنضربك وما كنتش غنعايرك الحقير. الجندي موجه الهضره ليها. ما تغوتوش عليا. مشى بخطوات سريعه لجهتهم وهضر مع ايفا. اصار بعصبيه. شنو دار؟
بقات كتشوف فيه بحقد في داك الجندي. ايفا بحقد كنت كنتدرب على التدريب اللي عطاني السي اصلا، وحتى جا هو وضربني في حبس كلامها. اصوار هضري شنو دار؟ غير كتكذب السي اصوار، راه انا فيني كمل حتى سكتات وضربه الفكو اللي كانت من عند اصوار، هز يدو ضربوا بالمرفق حتى فكو. تسمعت الصوت ديال سنانو يدخلوا في بعضياتهم. طاح على الارض وشدوه من عند شعره وهز ليه راسو. عاقل على القواعد ولا لا؟ جندي حنان راسو عاقل عليهم. اول قاعده فاش يكونوا قدامي القياد ولا مستر ارسلان نحضر عيني للارض. اخر مره عمرها تعاود مستر اسوار كان واعدك. اصغر بعصبيه طلب منها السماحه، جا يوقفوا وعاود ضربوا ضربه خاطره رجليه حتى هرسات وبدا كيغوت بحر الحريق. حسب الضو ضربوا لرجليه. اصغر بعصبيه غطلب منها السماحه وانت راكع. كان جاي من بعيد وابتسامه جانبيه مرسومه على شفايفه، علاش لا؟ هو شاف كاع اللي وقع. ارسلان اش واقع هنا؟ جاوبوا اصغر بعصبيه. هاد الحيوان غلط في حق ايفا ودابا غيطلب منها السماحه. ارسلان هو كيشوف ايفا شنو دار. ايفا بحقد قلل عليا الحياه واعتبرني وحده رخيصه. شاف فيها وعاود شاف فيه. اصوار اخر مره غنقولك طلب منها السماحه. الجندي كنعتذر انسه ايفا، اخر مره غنعاود ندور بساحتك. ارسلان بهدوء بوس ليها رجليها وطلب منها السماحه. هز عيني في ارسلان اللي كيشوف فيه بصدمه. هبط عينيك للارض. هبطهم بالزربه وركابيه اللي راك عليهم براسو ما بقاش قادر يهزو بقوه الخلع اللي راكباه. فاش شاف ارسلان بغى يبوس ليها رجليها ولكن ما خلاتوش، حيت جبداتو من عندها. ايه صافي السي ارسلان ما كاين علاش يكفي انه اعتذر قدام كل شيء. ارسلان برود مد رجليك. شات فيه لقات عيني قربوا يتقبوها. مدات رجليها لديك الجندي باسها وطلب السماحه. صافي ماشي مشكل. مع كملاتها كان ارسلان جبت سلاحه وتيرا ليه في رجليه الثانيه اللي كانت مهرساش. ارسلان بهدوء هادي حيت هزيتي فيا عينك وخليتيني نعاود كلامي وترددتي باش تنفذ. دابا سير للطبيب وفاش تبرا لك رجليك عاود اجي لعندي للمكتب. عاود شاف ايفا سيري كملي تدريباتك. طلق منه اسوار ودار كيشوف الجنود بالغوات نطق. باقي نشوف شي حمار كيضرب ساحة ايفا ما غنرحموش. سمعتوني؟ بقاو كلهم كيشوفوا فيه ولكن غير هز ارسلان راسو وشاف فيهم دغيا تفرقوا والجوقه بحال اللي عمرها كانت. ايفا كنستأذن غنمشي نكمل تدريباتي. اصوار ايفا تسني باغي نهضر معاك. ارسلان من بعده هضر معاها. اما في الوقت الحالي محتاجك في شي حاجه تبعني للمكتب. بقى اصوار كيشوف فيه وكيشوف ايفا في الاخر تبع ارسلان. بدات تكمل تدريبها ونوعا ما ارتاحت شويه من انتيرا فيه ارسلان، حيت بالنسبه ليها هادوك اقل عقاب كيستحقوا. كملت نهارها غير في دوك التداريب كيف ما قال لها ارسلان، ومره كيجي عندها ابراهام يتاكد واش كملت تدريبها ولا يمشي يشريها ليها مع ارسلان. دازت النهار ومشات لغرفتها ترتاح تحت الدوده. اما عند اسوار منين مشى من الساحه ما رجعش، حيت صيفطو للقصر بحجه السي اصلا محتاجو يكون في جنبه حاليا وارسلان زعما ما يقدرش يمشي. اصبحنا واصبح الملك لله. فاقت ومشات دارت نفس الروتين ديالها الصباحي، ولكن هاد المره لقات ارسلان لتحت كيتسناها. صباح الخير. ارسلان تبعيني. مشى كيجري وتبعات وحتى هي بالجرا حتى لحقات عليه. بقاو كيجريو لمده ساعتين بلا ما يحبسوا. بما انه ارسلان كيجري ما كيجريش بشويه اصلا، فكانت عند ايفا واحد الصعوبه هاد المره باش تمشي معاه في نفس الريتم، ولكن مع ذلك قدرت تبقى غاده معاه وماشي تابعاه. وقف كيشرب الماء وكيشوف ايفا اللي غاده جايه كترد النفس. ارسلان ما تبقايش تحبسي النفس لمده طويله في الرياضه. ما كنحبسش السي ارسلان وشنو تفسير تصرفاتك ديال دابا؟ اين تصرف؟ لح ليها القرعه وشقماتها. شدي شربي. شدت القرعه وهبطات عليها هبطه وحده. ميرسي. نكملو. تحركي. كملت تمارينها ولكن هاد المره خدا معاها تمارين عاديه حتى وصل الوقت ديال الغداء وطلع للمكتب ديالو ورمات المطعم ديال المعسكر. هاد المره كان كلشي رد منها البال، لا من الجنود حيت شافوها اش دارت في ديك خونا وشنو تسببات ليه، ولا من القياد، ولكن اكثر شيء هما القياد. اوار راه جايه صاحبي اسحاق. انا غانض مبقى خاصني بغده. يصدق شايفها مستر ارسلان كتهضر معايا ويعجل لي في اجالي. اصحاب ريح صاحبي، مازال ما عرفنا واش مستر ارسلان اللي قتل اديب ولا لا. ادم واش ماشي شحال من واحد مات بسببها من نهارت المعسكر. اوار شش. ايفا مساء الخير. قياد مساء الخير اختي ايفا. ايفا مالكم تجمعتوا كلكم في ديك الجهه ومخليني جالسه هنايا كلمه قدامه؟ ها الكرسي خاوي. اوار ماشي هكا اختي ايفا، غير لقيتينا كنهضروا في شي موضوع داكشي علاش تجمعنا في هاد الجهه. كلهم تجمعوا في جهه ثانيه ديال الطبله وخلاوها بوحده في جهه الاخرى، وهادشي كامل خوف من الارسلان. وحتى فاش كانت كتهضر معاهم كانت على فم غير كلمه ديال اختي. سالات الغداء وخرجات من تما وهي مستغربه. فات الساحه كتسنى ارسلان حتى صدق جاي عندها ابراهام بلا ما تسنى مستر ارسلان حيت ما غايجيش اليوم باش يدرب سيادتكم. وعلاش؟ وانتي مالك؟ لاش باغا تعرفي؟ من حقي نعرف حيت كيبقى المدرب ديالي. كتجاوبي معايا؟
وين كنجاوب حيت راك بحالي بحالك خدام عند السي ارسلان. طول لك اللسان بزاف. تحلات البوابه ديال المعسكر ودخلات اللوطو في الكحل من نوع رونو. تحلات الباب وبقات ايفا وابراهام كيشوفوا في جهتها وكيتسناو شكون اللي غيهبط حتى تصدم ابراهام الشخص اللي شاف، او بالاحرى استغرب. ابراهام اش يدير هذه هنا؟ كانت امراه في الثلاثينات انيقه ونفسها خطيبه ارسلان اللي عقلت عليها حيت ذكرتها واحد المره بلي شافها في البار، جايه بشيتها اللي كلها انثويه حتى وصلت لعندهم. ابراهام انسه ارال اش كديري هنايا؟ جيت نشوف ارسلان مده هو غابر، عرفت بلي راه مشغول هنايا، يقدر ما يعجبوش الحال فاش يلقاك هنايا انسه ارال. شفت في ايفا وطلعتها وهبطاتها. هذاك الشيء كيبقى بينه وبين ارسلان. شكون هادي؟ قائده في المعسكر. ارى قائده في المعسكر؟ من امتى وارسلان كيحط قائدات في الحوايج المهمه بحال هاد الشيء؟ ابراهام علاش وكيفاش هداك الشيء كيخص مستر ارسلان؟ رجعت طلعتها وهبطاتها. ارسلان حط قائده وبين فيها مازال مبتدئه. بقات كتخنزر فيها كيفاش كتعيط ليه ارسلان بلا سي ولا بلا مستر، وشكون هادي بعدا اللي مخليه حتى هاد الغبي ديال ابراهام يحترمها؟ ابراهام هو الدراع اليمين ديال السي ارسلان، هو بنفسه ما يقدرش يحيد كلمه ديال مستر ولا سي من فمه من سميت ارسلان سواء في حضوره ولا في غيابه. واصلا شكون هادي اللي غتطلع وتهبط فيا بهاد الطريقه وبهاد الشوفات؟ كما قلت لك انسه ارال هادوك كيبقاو قرارات مستر ارسلان. ما جاوباتوش ومشات وخلاتو. شكون هادي؟ جاوبها ابراهام خطيبه مستر ارسلان وفي نفس الوقت بنت عائله مورغون. خنزر فيها وانت علاش كتسولي؟ افهم خنزره حرامه الاسئله. ابراهام مسينا على الله ومسينا على وجهك، فين ما نشوفك كيوقع ليا شي مشكل. مشى وخلاها كتشوف هاد خيتي اللي جات ما دخلتش ليها لخاطرها نهائيا. شويه وعاود رجع ابراهام نصيحه مني ليك، ما تحاوليش تقلل الاحترام عليها باش ما تجيبيهاش في راسك، عارفه كطيري بزاف، ما محتاجش النصائح والمسؤوليه ديال الافعال اللي كنتحملهم بوحدي. دبري المخك انا مالي. المهم تكلمي لمستر ارسلان. كان جالس كيتناقش مع مالك ومع أصوات اللي رجع دغيا من القصر حتى تحلات الباب بدون إذن. هز عينيه لقاها هي خطيبته. بدات كتجري لعندو عن نقاط بين ما هو بقى في نفس وضعيته. اصلا اش كديري هنا؟ تفرحيش حبيبي وليت نشوفو، علاش ما بقيتيش كتجاوبني؟ ومن امتى وانت كتجي لعندي فاش كنكون خدام؟ شحال من مره نبهتك. اريل دارها لي الشوق وكون ما كان هو كاع ما نجي، راه 6 شهور ما بقيت سمعت عليك حتى شي خبر. الطريق اللي نجي منها غترجعي منها وما تظنيش بلي غدوز ليك هادي المجيه بالساهل. تسمع الدقان في الباب ودخل ابرام وايفا من ما عطاهم الاذن. مستر ارسلان عيطتي ليا؟ نطق ارسلان وي. ارى شكون هادي؟ قائده معانا. ومن امتى وانتم كتخدموا العيالات بحال هاد الامور؟ ارسلان وليتي كتدخلي ليا في خدمتي؟ ارى مو حبيبه ماشي هكاك ولكن استغربت. انتي ايفا عندي سميه ايفا ما رانيش بهيمه تعيطي ليا بديك الطريقه. كيفاش؟ جاوباتها ايفا كي سمعتي؟ ارسلان خريت نعاود نعيط ليك. حاضره مستر ارسلان. تما تخاذ وينطقات عاهره. كيفاش؟ ايفا يسحب ليها قاتها بصوت ما غيتسمعش حد، ولكن الهدوء اللي كان في المكتب خلى كلمه تسمع. دارت لقات كلشي كيشوف فيها. ارل قلتي لي عاهره؟ ايفا خرج بوحدها. اش بغيتيني ندير؟ بعض المرات لساني ما كيقدرش يخبع اش باغا نقول. بقات الاخرى مصدومه من جرأتها. مشات لعندها بخطوات سريعه، وصلت لعندها وهزات يديها حتى للسما وجمعت معاها بالتصرفيقه. خلات ايفا مصدومه، كيفاش وحده بحال هاي تصرفقها؟ هزت راسها وعاودت هزات يديها حتى للسما ورجعتها ليها. رجعت لها التصرفيق حتى دار وجهها خلات كلشي مصدوم، ولكن مازال ما تشفى غليلها. بغات تعاود تلح عليها ودمها كيغلي. كيفاش تصرفقها حتى شدها يدين اسوار. ايفا طلق مني طلق مني. ارل بغا تضربني يا ارسلان، واش ما شفتيهاش ضرباتني بالتصرفيقه. اسوار بالغوات. ايفا صي واش عارفه راسك اش كديري؟ بقات ارل هبطي عينيك واش مازال كتشوفي فيا؟ واش عارفه شكون انا ولا لا؟ ايفا انت اللي واش عارفاني شكون ولا لا؟ انا اللي غناخذ روحك. اسوار طلقني عليها. ناض ارسلان من بلاصتو يديه في جيبه. ارسلان ارال ارال قالت الاحترام علي وصرفقاتني قدامكم درتي ليها والو؟ عارف انا هنايا كاين قواعد وممنوع يقللوا الاحترام على اللي كبر منهم. علاش مازال ما تعاقبات؟ مادام القواعد والقوانين هنايا غادي على كل شيء. ارسلان غتعاقب. عارف راسك اش درتي ياكي؟ وين مستر ارسلان ولكن كون ما زادتش عليا يديها ما كنتش غنقلل الاحترام عليها. هبطي عينك ونزلي على ركابك، جلسي وحسك ما نسمعوش ولا اخر حاجه غيسمعوها ودنيك هي صوت القطاصه اللي غتدخلك للدماغ. بقات كتشوف ارال بحقد. ايفا الغلط ماشي ديالي. ارسلان كلمه اخرى غنصيفطك تزوري قبرك قبل الوقت، ما تخلينيش نعاود هضرتي. ايفا بحقد. حاضره مستر ارسلان. حالت على ركابيها وعينيها مركزين فقط على ايرا، ما كرهاش تغززها بسنانها. طلبي منها السماحه. ايفا ما جاوباتوش. ما تخلينيش نعاود هضرتي، ومع ذلك ما نطقاتش. عينيها ما بغاوش يتحيدوا من ارال. لا هذه خارجه على السيطره، ماشي هاش كي كتشوف فيا.
ايفا بصمت جبد الفري ديالو ووجهو لراس ايفا. سمعت الطرطقه ديال زر الامان. اخر انذار عندك. بقات كتشوف فيه وفيها، واصوار غمض عينيه وضغطات على راسها ما خرجتها ما غير بزز. كنعتذر ايفا، كنعتذر منك. انا ما سمعتش مزيان. كراس على اسنانها. كنعتذر. هاني ما تعاوديش، وهاد المره عرفي حدودك. ارسلان تحركي المكتب ديالك وما تعاوديش توريني وجهك. نطت من بلاصتها والدم كيغلي فيها. عطات واحد لراسها كيف ما خلات كرامتها تجرح، غادي تندمها وتخلي كرامتها تحت رجلين. صرفها غادي ترجع مضاعف على 10 ديال المرات. خرجت من تما حاقده وطلع ليها الدم لواحد الدرجه ما تصوروش. ارسلان خرجي. راها خرجت حبيبي، كنهضر عليك انتي. خرجي وما نعاودش نشوف وجهك من بعد، ونتفاهموا على هاد المجيه ولد البال اللي دايره ليا هنايا. ولكن وخا بدون ما يهدر غير خنزر فيها. خرجت من تما وهي ما راضياش على الاسلوب اللي هدر بيه معاها. اصوار علاش جات لهنايا؟ غدا وسير وصلها منين جات. خرج من تما وخلاهم شويه تبعوه حتى هما، حتى اصوار خرج هو ساخط. ابراهام نهارها قرب ما بقى ليه والو. نطق مالك، هي نهضروا مع حفال القبور من دابا. شفتيها كيفاش هضرات مع الانسه ارال؟ كون عرف مورغون بهادشي ما كنظنش غادي يخليها حيه، وخصوصا انها صرفقات بنته. جابو مالك بقى ليها شويه وتنوض ضربنا حنايا. داك الرقاقه غير مزات كملات عليها الباقي. بقات تحترم حد مالك، ولكن امتى مستر ارسلان غيحيدها ليها؟ ما عرفتش. انا براسي حرت من هاد الاحداث الاخيره. منين خرجت من تما طلعت نيشا للسطح ديال المقر. النهار كامل وهي تما قلبها شاعله فيه شي حاجه كتر من العافيه. كيفاش يتفرض عليها طلب سماحه وقدام كل شيء. بقات تما مراقبه التدريب ديال الجنود وعقلها كيف الصرف الطريقه ديال المناسبه اللي غادي ترجع بها الصرف. بقات على هذيك الحال حتى ظلام الحال والساحه بدات كتخوى. ما فيقها غير الصوت اللي جا من حداها. ارسلان خاصك تعرفي بلي ممنوع شي حد يطلع لهاد البلاصه من غيري. دارت لقاتو جالس حداها وكيشوف في الساحه. نات من تما بالزربه حيت عارفه بلي ممنوع شي حد يطلع لتما، ولكن هي كتعجبها هذيك البلاصه، وهي فاش كتعجبها شي حاجه ما كتهمهاش واش الا كانت ممنوعه ولا لا. ولكن في الوقت الحالي ماشي من مصلحتها تاخذ وتعطي في الهضره. نط بالزربه من تما وباين فيها طالع لها الدم، ما حملتش هضر معاه. ارسلان جلسي علاش وقفتي؟ حيت ممنوع نطلع لهنايا سي ارسلان، وحيت خاصني نلتزم بالقوانين، ما خاصنيش نزيد نبقى هنايا ولا لا. ناض من تما ومشى لجهتها. كان واقف لحدا الحافه ديال السطح. اش كديري هنا في هذا البرد؟ تعجبت من السؤال. واش من نيتو هذا؟ مره يهز عليها السلاح ويجرح كرامتها، ومره يسولها اش كديري هنا في هذا البرد. زادت جات عينيها في عينو، ومع ديك اللي تضرب فيهم واحد الضو ديال القمع عطاهم واحد البريق ساحر. عاودت قلبت وجهها لجهه تانية، حيت ممنوع يهزوا العينين فيه اللي عندهم راتب كبر منهم. وي فعلا ممنوع يهزوا فيهم العينين، ولكن ما مفروضش يحنيو عينيهم للارض. وهادشي هي عارفاه، هي داكشي علاش ما كترضاش تحني راسها، ماشي بحال الجنود اللي متبعين السياسه ديال العبد. ايفا انا جيت لهنايا خصيصا باش نتبرد السي ارسلان. سمعت وساط تقدري تشوفي فيا عادي فاش نكونوا بوحدنا. عاودت شافت فيه وترسمت الابتسامه ديال الاستهزاء على شفايفها. وفاش نكونوا مع الجنود والقياد ومع الانسه ايرال الزامي عليك تحترمي بحالك بحال غيرك. داكشي علاش السي ارسلان غادي نحترمك وما نهش فيك العين، سواء كنت مع الناس سواء كنا بوحدنا. كيعجبني العناد ديالك وقصوحيه راسك. بقات ايفا ساكته. رجعت كتشوف، ولكن هاد المره كتشوف في الغابه البرانيه. ارسلان داكشي اللي شفتي في الصباح مع الجندي بقات كتشوف فيه كتسناه يكمل. حاجه عاديه وابسط عقاب نقدر نوجه لشي واحد هز عينو فيا. هنا كلشي كيحترم اللي من فوقه باش ما تكونش السيبه، فهمتي؟ يعني الاحترام والاخلاص هنا هو كلشي، والثمن هو حياتك. بقات كتشوف فيه ما تخلعش من هضرته، حيت الاخلاص راه مخلصه، ولكن الاحترام ما عطيهش لكلشي، عطيه ليه غير هو. بقات كتشوف فيه مده وشنو زعما واش كيحاول يخلعها بهضرته ارسلان، ولكن ما كنضمنش لي كتبقى الا بقيتي كتشوفي فيا بحال هكا. عبات قلبت وجهها للجهه الاخرى. ايفا كنعتذر ما قصدتش. شدها من الدقن ديالها وهز راسها تقابلوا عينيه مع عينيها اللي كيف الظلام. ظلام في ظلام كينفت منهم الشر. ارسلان برمبرا خافته. ما عنديش مشكل تبقاي تشوفي فيا. تنطرات منه بزعافه، ما كتحملش التصرفات اللي ولا كيدير معاها. من ديك النطره اللي نطرات رجعت رجليها اللور، وكانت غتجي لتحت كل ما جرها لعنده حتى خبطات مع السرو. تبقاي تردي البال. بعدت منه بخطوات. نطقات ايفا ليله سعيده مساء ارسلان، خاصني نمشي باش غدا نقدر نفيق بكري. مازال ما ساليت هضرتي. بقات كتسنى اش غادي يقول. تقدري من غدا ترجعي للرتبه ديالك. ربعات يديها وتتحاجبها. بقات كتشوف فيه مده. علاش السي ارسلان؟ خشى يديه في جيبه. بديتي كتخترقي القوانين عاوتاني. ما قصدتش ولكن استغربت مساء ارسلان.
ما كيعجبونيش الاسئله، غدا رجعي لبلاصتك. خلاها واقفه مستغربه، عاودت رجعت لنفس الوضعيه اللي كانت فيها قبل ما يجيو، وكتفكر في شي خطه محكمه تنتقم منهم، من ديك العاهره ديال خطيبته. بقات تفكر ملي شافتها واقفه وسط الساحه هي واسوار وبين فيهم كيدابزوا. ما قدرتش تسمع هضرتهم، داكشي اضطرت تهبط لتحت وتصنت. وفعلا داكشي اللي دارت، هبطت كتسلت في الدروج حتى وصلت وطلقت ودنيها. انا غنبقى هنا فهمتي ولا لا؟ وما عندكش الحق تقول لي واش نمشي ولا نبقى. اسوار نطق. انا فهميني، راه كتجبدي غير الصداع والمشاكل. قال لك سيري صافي سيري حتى يعيط ليك. اخر هضره عندي هي غنبقى ولا هادشي كامل غيوصل للسي اصلا، هو اللي غيفك هادشي، وكنضل لا وصل له هادشي اكيد ما غيعجبوش الحال. شدها من دراعها وزير عليها. كتهدديني دابا؟ حسبها كيف ما بغيتي. اسوار باع يديه. كيبان ليا باغا نيت سي مورغون يعرف كتمشي للبيران ياكي. اش بان ليك نقول ليه حتى على المخدرات اللي ولا عندك بحال شريب الماء؟ وشكون قال لك غيتيق بيك؟ علاش ياك ما يسحاب لك بابا غيتيق في الغريب ويكذب بنته؟ جبد باليد الثانيه التاليه ديالو، بدا كيدور في التصاور وبابتسامه سخريه مرسومه على وجهه. شويه دور لها التالي باش تشوف. ما غيتيقش بيا، ولكن هاد الفيديو كنظن غادي يخليه يعاود تفكير. واش فعلا انت فخر العائله ديال مورغان ولا جايبه ليهم الدل؟ كان فيديو كان كيتشم فيه الكوكايين كتصرف بحال شي وحده مسطيه. بغات تحيد ليه التالي ولكن يبعدوا عليها. اريل حقير ما كتسواش. كوني اكيده ما وصلش لحقارتك. تنطرت منه تما تغدى لجهه اللوطو وتبعها وقفها عند ريماس. ترسمت ابتسامه خبيثه على محياها. هذه هي الفرصه ما كتعوضش. جات تلبين يديها باش تنتقم منهم بجوج، هو حيت حاول يقتلها وهي حيت جرحت ليها كرامتها. خرجت من بلاصتهم فاش كتسلك الجهه ديال اللوطو اللي كان غادي يركبوا فيها، وعينيها بالكاميرات اللي يشدوها متغطيه. وصلت اللوطو وهبطت للارض بالزربه، نهزت على ظهرها، تخشت من تحت اللوطو. بقات مده وهي كتخربق فيه حتى قدرت تقطع ليهم الفرانات. شويه سمعت الصوت غادي كيقرب ليها. اشهد الزمر مشكله. بقات مخشيه تحت اللوطو وكتفكر اش دير. ما خاصهمش يشوفوها، حيت الا شافوها اكيد غادي يعرفوا باللي باغا تقتلهم. هادشي قررت في الوقت الحالي هي تبقى في بلاصتها. جمعات يديها عندها ودارت بهم علامه اكس فوق صدرها، وجمعت رجليها في جهه وحده مستقيميه باش ما يصدقوش دايزين عليها الروايد. ما هي الا لحظات توصل اسوار وارى لجهه اللوطو. كتسمع هضرتهم بوضوح باقيين مناقرين. ركبوا في اللوطو وكتسناهم فارغ صابر يدوز هادشي بخير، والاهم هي يقوش بها. شغل أسوار اللوطو وديمارا ولحسن الحظ ما تأدتش إيفا. فتحوا البوابات وخرجوا واخيرا نط من بلاصتها بالزربه وهي كتشوف فيهم غادي الهلاك اللي وجدت لهم بيديها. بقات كتسوس في يديها من الغبره وابتسامه الشر مرسومه على وجهها. طريق السلامه. حت من تما وهي راشقه عليها، غاديه متغاضيه على العينين اللي مراقبينها. طلعت في الدروج وغير وصلت للكولوار لقاتو قدامها واقف. سمحت الابتسامه من وجهها. إيفا مستر أرسلان، نقدر نعرف السر ديال هاد الابتسامه؟ ولا مستر أرسلان؟ متأكدة؟ ش غيكون المرة عندك دغيا كيطلع بقى كيشوف فيها بشي شوفات في شكل الشي اللي خلاها تحاول تهرب من تما باي طريقه باش ما تكشفش. وي بحال داكشي مستر اصلا. نخليك غنمشي الناس باش غدا نقدر نفيق بكري. ما فين تكمل الطريقه حتى شدها من دراعها وتم جرها جهه المكتب ديالو. السي ارسلان اش واقع؟ تلقني راه غيجي شي واحد وغيفهمنا غلط. السي ارسلان ما سمعهاش، او بالاحرى دار راسو ما سمعهاش. وصلوا للمكتب ديالو ودخل وسد الباب ودفعها على الحيط. قرب منها حتى بقاو سنتيمترات قلال بيناتهم، وفي كل ثانيه كيزيد يقرب لعندها ويقلل المسافه حتى غطاها بالكتله الجسمانيه ديالو. مطلع راسها وعينيها في عينيه وقلبها كيضرب غير يخرج من بلاصتو. عمرها كانت قريبه ليه حتى لهاد الدرجه. تحس بسخونيه لحمه من فوق الحوايج. انفاسو البارده كتضرب نيشان في وجهها. عينيه اخترقوا عينيها بدوك النظرات وتوترات والتوتر بان عليها. تخلطوا عليها العرارم. شنو قلت لك على الكذوبه إيفا؟ مستر اصلا بعد شويه وغنشرح لك كلشي بالتفصيل. قلت لك ما كنحملوش ولا ما قلتهاش؟ عرفتها تزبلاتها وخلات الشيطان يلعب ليها بعقلها. اكيد ما غاش يدوزها ليها وهي بغات تصيفط خوه من اللحم ودم للمقبره. بدا كيبان في وجهه الانفعال، وهذه حاجه جديده عليه وعلى الجميع، حيت كلشي كان كيقول الجليد اللي في الاسكا يدوب والماء ديالو يسخن، ولكن ارسلان هو اللي عمر دمه يسخن. وهادو من الاشياء اللي خلاها توتر. نزيدوا على هاد الشيء القرب اللي بيناتهم في الوقت الحالي. غير سمعني عافاك وغنشرح لك كل شيء. قبل ما تكملها، واش قلتها ولا ما قلتهاش؟ قلتيها ولكن بغيت تقتليه ياكي. وصلت بك الجرأة انك تبغي تقتلي خويا؟ كتنفي براسها. لا ما كنتش باغا نقتلو، كنقسم لك ما بغيتش نقتلو، كنت باغا نربيها هي، حيت هي السبب باش جرحات كرامتي. هي جرحات كرامتي هاد النهار، واخا هي اللي غلطات تثيق بيا ما كنكذبش.
بقى كتكذبي صوتك كيرجف بسبب الكذوب، بقى كتكذبي في وجهي. اما ايفا اللي تنيرفات بالمعقول، هما اللي ظلموني، انا كنت باغا نقتلهم حيت هما اللي ظلموني، انا ما غلطش، هما اللي غلطوا، هما اللي خاصهم يتعاقبوا، كنت عارفك ما غتعاقبهمش حيت هما من طرفك، وانا شكون اللي ياخذ ليا حقي منهم؟ لا ما خدوش منهم، شكون اللي غادي ياخدو؟ لا ايفا انت ليك الله خاصك تصبري وتقبلي الاهانات والظلم اللي في حقك، حيت كتبقى يتيمه مقطوعه من الشجره، ما عندك اللي يسول فيك، واخا نقتلوك ما عندك اللي ينصفك. بغيت نقتلهم ونعطيهم عقابهم بيدي، سمعتيني؟ بيدي. ايفا بعصبيه، بغيتي تقتلني قتلني، انا حداك، انا كنتحمل نتائج افعالي، قتلني هاني قدامك، خذ راحتك، خذ روحي، قتلني هاني قدامك، خذ روحي، اصلا بقى عندي علاش نعيش في هاد الدنيا اللي كانوا الدراع الحامليه ماتوا، هاني قدامك، خذ حق خوك اللي غيكون دابا عزرائيل ياخذ روحه، عاقبني، اش كتسنى؟ هاني قدامك عاقبني. خاصك تعرف واحد الحاجه، كنت عطات ليا الفرصه باش نعاود نقتلهم، كون اكيد غادي نعاود ندير نفس الشيء، حيت ما ندمتش، نصبر لكل شيء الا لكرامتي. بقى كتهضر بالعصبيه وباينه في وجهها ما بقاتش عارفه اش كتخرج من فمها، قريبه تسبو حتى هو معاهم، صبر اللي كان صابر معاها حتى لحد الساعه تسالى، منين بدات كتغوت ليه في وجهه ومن وصلت بها تبغي تقتل خوه، ما بقاش عنده ولو نقطه ديال الصبر تجاه ديالها، بعد شويه من حداها وجبد الفردي ووجهو نيشان لجبهتها. ترحمي على روحك، ضغط على زر الامان، بقات حركه بحدا هي لانها غتحدد مصيرها، واش غتعيش ولا لا. في هاد اللحظة سات الصمت في المكتب، ولكن بالداخل ديال كل واحد شعلو صراعات كثيرة. في هاد اللحظة بدا صراع القلوب مع القلوب، الشخصين كانوا قلوبهم ميتين، لأول مرة يبقى مطول وما يتيريش في اللي قدامه، مع العلم هاد الغلط اللي دارته كون دارو شي حد آخر كنت فنن في التعذيب ديالو، ويخليه يطلب الموت وما يلقاهش، يقتلو ويحييه في المرة 100 مرة في النهار. كان قصدي يعذبه ويداويه بشويه عليه يقتلو، الموت البطيء يدير ليه، ولكن علاش مازال ما قتلهاش؟ علاش يديه مازال ما ضغطوش على الزناد لحد الساعه؟ علاش هي باقا قدامه؟ عقلو كيقول قتلها، ولكن قوه داخليه مجهوله مانعها باش يقتلها. عمرو تحط في هذا الموقف حتى لدابا، وعمرو تحط في هذه المواقف حتى النهار اللي دخلت ريماس لحياته، تبدلت شحال من حاجه من دخلت ريماس لحياتهم كاملين، برغم من اغلاطها الكتار اللي اقل عقاب تستاهلو هو القتل، ولكن في كل مره كيستبعد ديك الفكره ويعوضها بافكار. علاش نهار كانت كتصنع رقاقه عطاهم امر باش يحطوا في ذكرياتها يخليوها تكره اصوات اشد الكره على هذا الحساب الغلط منه، حيت اكيد كون كانت في الوعي ديالها ما كانتش غتفكر تقتلو، ولكن هو ما كيغلطش، هو عمرو غلط. هادو هما الافكار اللي كانوا في راسو. اما عند ايفا هاد المره فاش هز عليها الفردي كانت مختلفه على جميع المرات السابقه. طيب هاد السهوله غيقتلني على غلط بسيط بحال هذا باغي يقتلني، وانا الشميته ديال خوه هو اللي غلط في حقي، وديك العاهره ديال خطيبته هما اللي غلطوا في حقي بجوج. هادشي كامل حيت درت ردة فعل على داكشي اللي داروا فيا، ما تفهموا بحتى كلمه، ما تفوهوا بحتى كلمه، حيت نظرات كانوا كافيين وبدون سابق انذار لاح الفردي وشدها من المؤخره ديال راسها، نقد على شفايفها، بدا كيقبلها بعنف وكيعض فيهم. كانت قبله عنيفه، ولمن ما نقدروش نقولوا قبله مجرده من المشاعر، حيت فعلا كانت كتحمل بزاف ديال الحوايج، غضب ارسلان والحقد ديالو، صدمات ايفا والغضب ديالها دامت لمده ديال 5 ديال الدقائق. جميع محاولات ايفا باش تفك باءت بالفشل، عيات تدفع فيه وتضرب فيه، ولكن لا حياه لمن تنادي، ما خلاش ليها من تنفس، بدات كتخنق وشنايفه كتحس بيهم غيطيروا من بلاصتهم. شويه بشويه بدا كيقلل في الوتيره، وتحولت من قبله عنيفه لقبله مليئه بالاحساس والمشاعر الجديده اللي ما سبق لحتى واحد فيهم جربها من قبل. بدا كتحس مذاق شفايفها اللي كان عندهم حلاوه خاصه بالنسبه ليه، في كل مره كيبغي يبعد ما كيقدرش، كيحس بشي حاجه كتجرو مخليها تجرو، على خلاف ايفا اللي وان حسات بشي حاجه جديده تحركت في قلبها، ولكن عقلها غالب حيت اعتقدت باللي الخوت كيتلاعبوا بها. بقات شاده يبيد، واليد الثانيه بقى هابط بها وكتحس بلحمها بتقالة، طلعت معاها تبوريشه وحتى هو حس بيها، تلمس وجهها وبقى هابط حتى لعنقها، كتحس بتقالة واخد وقته. بدات عيفه كتجبد ليه يدو وكتلوحها بغضب وكيعاود يرجعها، بقات كتدفع في يديه ورجليها وكتحاول تبعد راسها، ولكن كان حاكمها بسطاتو يديها وجمعهم ليها بجوج الفوق. عاود كمل تلمساتو بقى هابط بيديه حتى وصل للخصر ديالها، هبط يديه الثانيه للجهه الثانيه ديال الخصر، متى فين يخشي يديه من تحت الشرح حتى لقاطع الصوت ديال الدقان في الباب. تنفضات منه بالزربه وبدات كتمسح فمها بزعافه. كان داك الدقان بمثابه سطل ديال الماء رجع للواقع بعد ما كان بحاله سكر من الخمر ديال شفايفها. شاف فيها وبقى كيقاد في الكول ديالو. دخل تم دخل ابراهام ووجهه صفر. مستر ارسلان اش كاين؟
حاني راسو ابراهام. سي اسوار دار حادثه خايبه بزاف باللوطو ديالو هو وانسه ايريل. اش واقع عليه؟ باقي حي؟ ابراهام: سي اسوار باقي حي واحتمال كبير يكون عنده كسر، ولكن للاسف انسه ايريل ماتت. كانت هي المتضرر الكبير في الحادث. دار كيشوف ايفا اللي نوعا ما جهتني بالضمير، ما كانش باغاها تموت، كانت باغاها غير تصيفطها للسبيطار. هي دابا صدقات قاتله روح. بقى كيشوف فيها بنظارات غير مفسره. خرج سبقني هاني جاي. جابو ابراهام: حاضر مستر ارسلان. خرج ابراهام وخلاهم واحد كيشوف واحد. جرها من دراها حتى تخبطات معاه، قرب لودنيه وهمس بنبره الصوت قريبه لفح الافعى: دعي لربك ما يوقع له والو، حيت لو وقعت له شي حاجه ما نضمنش ليك واش غتبقى حيه موراه. خرج وخلاها بلاصتها. فعلا تصرفات بدون ما تفكر. كون مات خوه كون تبع عليه، حيت كيف ما كان الحال واخا ما بقاوش مفاهمين، ولكن هذاك كيبقى خوه. ولكن ديك خيتي تستاهل هادشي اللي دارت. خرجت من المكتب ديالو مشات للمكتب ديالها، دخلت وعقلها مرفوع في هادشي اللي وقع هاد النهار. كان نهار طويل بمعنى الكلمه عند ارسلان. خرج من تما وصل طريق نيشا الكلينيك، لقى مالك والرجال ديالو والعائله ديال روتشيلد كلها مجموعه تما، ومعاهم حتى العائله ديال مورغان. الدنيا مقلوبه تما بالبكا، والتليفونات واحد كيطفى وواحد كيصوني. كلشي كيتجارى من هنا لهيه. مع الدخل اللي دخلت عرات ليه مو كتبكي: مدام اديره، خوك ارسلان خوك كيموت، عتق لي يا ولدي عتقو. تلاحت عليه عن نقاته وبدات كتبكي وتنخص. المشكله هي انه ما عندوش معها الدراما كامله والبكا والنواح، حيت كدروا ليه صداع الراس. بدا كيبعد الام ديالو عليه بشويه بشويه. تهدني اثر ما وقع ليه والو. سئيتان: اجي معايا باغي نهضر معاك. ارسلان: سبقني غنشوف مع الطبيب ومن بعد الحق عليك. مدام ايدر: عتقولي يا ولدي عتقولي يا ولدي كبتسي. عيط على الممرضه تجي تكلف بها. مشى في اتجاه المكتب ديال الدكتور. بلا دقايق بلا جوج دخل يلا غير بدا الدكتور يحنط عليه. غير شافوه هو يبدا في الترطاب. الدكتور: مستر ارسلان، المستشفى نور بوجودك، بلاتي نقول لهم يجيبوا لك شي حاجه تشرب، قهوه ولا عصير. جاوبوا ارسلان بملامح ممحيه: اسوار. عفوا، شنو عند خويا اسوار؟ الدكتور: ارتاح بعدا مستر ارسلان باش نقدر نشرح لك الحاله ديالو. غتبدا تبهلل عليا. كيبلع ريقو الدكتور: حاشا مستر ارسلان. سي اسوار بخير، ما عندكم مناش تخاف عليه، عنده كسره في اليد اليسرى مع جروح خفيفه، قدرنا نعالجوها. ارسلان: امتى يقدر يخرج من هنايا؟ نقدروا من دابا نخرجوها مستر ارسلان. خرج من تما وتوجه لعند الاب ديالو، لقاه كيتسناه. ارسلان: اش هادشي؟ وضح كلامك ما فهمتش. خوك ما دارش حاجه تصير عاديه، هذه محاوله اغتيال. رجالنا داروا بحثهم ولقاو بلي الفران ديال الطوموبيل كان مقطوع. خوك نجا ولكن للاسف ايران ما قدرش تنجا. كيفاش؟ هاد الكلمه اللي نطق بها مورغول الاب ديال ايرال. سئتان: مورغول اش كدير هنا؟ مورغول بعصبيه: بنتي الوحيده ماتت وانا اخر من يعلم بلي هذه محاوله اغتيال. ارسلان: هبط صوتك، ما تهضرش معاه بديك الطريقه. واش عارف شكون هذيك اللي ماتت؟ شكون ولا لا؟ هذيك بنتي وباقي كطلب مني نبرد. جاوبوا ارسلان: وهذاك اللي ناس لداخل حتى هو خويا. جاوبوا مورغان بحقد: كون نعرف هذا اللي خلاني نفقد بنتي ما نرحموش. نطق ايتان: خلي هذا الموضوع حنا غنتكلفوا به، حيت الموضوع كيهمنا حنايا، اكيد هذا اللي دار هادشي كان متقصد يقتلهم بجوج. مورغان: غنجبدو واخا يكون تحت الارض غنجبدو. ارسلان: رجالي كيقلبوا فاش غادي يلقاو، انا غنتكلف به. نطق سي ايتان: اكيد الفران تقطع فاش كانوا جايين، احتمال كبير بالمعسكر حيت من تما كانوا جايين. طق ابراهام: ما كانوش السي ايتان حيت ما عندناش اعداء بالمعسكر وكاع اللي تما ثقه. خلاهم ارسلان ومشى لغرفه اسوار. دخل لقاه حل عينيه. اسوار: خويا ماشي شي حاجه خطيره، غير فكر فشوش، قولها ليهم عيت معاهم، بغيت نخرج ما خلاونيش. كيفاش وقعت لكم؟ ديك الحمقى ديال الايرال هي السبب. اش وقع؟ ما كانتش باغا ترجع بحالاتها الا بصعوبه، كان كيسحب لي التقنعات، سقات خلاتني حتى ركبنا في اللوطو وبقات غاديه في الطريق. شويه جا الحماق بدات كتبرزطني في السوقان، ما خرجتش السوق حتى كانت ملهي معاه مشوش الكاميون اللي كان جاي جهتنا حتى وقعت الفاجعه. فينا هي بعدا. نطق ارسلان برود: ماتت. قام زوف هضرت خوه واحد شويه كيفاش حتى ماتت وسي مورغان عارف بهذا الشيء؟ راه على برا. المهم ارتاح هاني غادي. ارسلان: وي شو كان حيت طليتي عليا؟ خرج من تما ما جاوبوش. لقى ابراهام قدامه، دار لي اشاره بعينيه باش يتبعوه. خرج من الكلينيك مشاو ركبوا في اللوطو ديال ارسلان. شويه لحق عليه حتى مالك اللي كان غابر ليه الاثار. ابراهام: مستر ارسلان غنواجهوا مشاكل مع عائله مورغون بسبب هذه المصيبه اللي وقعت، خصوصا ان اللوطو كانت خارجه من المعسكر، يعني الفران تقطع في المعسكر. مالك: انا درت كيف ما قلتي لي يا مستر ارسلان، ولكن للاسف ما قدرتش تنجا نساء اريل. ارسلان برود: حيت بكل بساطه وصلتي معطل، فين كنتي حتى وقع عليهم هذا الشيء؟ مالك حنا راسو: مستر ارسلان كان هذاك هو الحل الاخير اللي بين يديا باش نقدر ننقذهم وما نخليهمش يطيحوا في شي حاجه اكثر من هذا الشيء.
كانوا حلول بزاف، لكن بكل بساطه انت مشيتي لاغبى حل اللي كان غيقتلهم بجوج. مستر اصلا راني حاولت نحبسهم باي طريقه، عيط صوني على السي اسوار باش نعلمو بالمشكل، ولكن ما كانش كيجاوب، ورجع لي عياوي كلاقصوني عليهم من اللور. ولكن السي اسوار ما لاحظش هادشي، والوطو ديالي بوحدها ما كانش كافيه ان تقدر تحبسهم. بغيت كنت غتسبب فاجعه اكثر من هادشي اللي وقع. داكشي علاش استعنت بكاميو، حنا راس ما كانش قاصد ان تمشي فيها انسه ايرال. ابراهام صدمه، انت مول كاميو؟ ارسلان اهم حاجه خويا ما وقع ليه والو. ابراهام والانسه ايرال مس ارسلان قالت المهم هو اسوار ما يوقع ليه والو. مالك كيبقى السؤال شكون قطع الفران. بقى كيشوف ابراهام في مالك، بمعنى ماشي وقت هذا السؤال حيت باين ارسلان عارف شكون. دابا اكيد تخربقتوا ياكو. ايوا بلاتي نفهمكم، فاش قطعت ايفا الفرانات ونات كتسوس في يديها وكتشوف الجهه ديال اللوطو اللي خرجت من الباب، شافها ارسلان وحوايج بحال هادو ما غاديش يخفاو عليه. شخص طول حياته قاديها غير في الاغتيال والقتل، هز تالي وصلنا المالك وخلاه يتكلف بالوضع قبل ما توقع شي حاجه لاسوار، حيت فهادشي كامل كان همو غير خوف. موراه عاد دار عند ايفا ويتحاسب معاها. ابراهام سي ارسلان المشكله كبات بزاف ومبقاتش غير في محاوله اغتيال سي اسوار، ولات كتسبب في الموت ديال البنت الوحيده ديال مورغان. هو محال يسكت على هادشي، خصوصا ان اللوطو خرج من المعسكر اللي كنت فيه. يعني لما توضحش شكون هو اللي كان مور هادشي كامل، اكيد غادي تنوض الحرب الدمويه بين العائلات، حيت غادي يشك فيك غيشك باللي انت اللي مور هادشي يا مستر ارسلان. وفي الوقت الحالي عائله روتشيلد ما مستعداش للحرب معاه على ود الاتفاق اللي بيناتكم وعلى ود الحرب اللي قرب التاريخ ديالها. انطق ارسلان، الا كانت عنده الجراءه يوجه اصابع الاتهام ليا خليه يديرها. انطق مالك، ما كانش غادي يشك في مستر ارسلان حيت البنت سي مورغان كانت الخطيبه ديالو، فاكيد مستر ارسلان ما غيفكرش باش يقتلها. ابراهام هذا كيبقى غير احتمال بسبب المشاكل الصغيره اللي كانوا بين العائلات من قبل. مالك يعني خاصنا نلقاو الحل مور هادشي عاجلا ام اجلا باش نتفاداو هادشي كامل. نطق ابراهام، حتى الا ما لقيناش حنايا ما كانش سي مورغان غادي يخفي عليه، اكيد ما غيجبدوه من تحت الارض، حيت في الاول والاخير هذيك اللي مات ماشي شي وحده عاديه. مشكله كبيره طيحت راسها فيها وطيحاتهم حتى هما فيها بسبب ديك الغلط. تقدر توقع عداوه مع العائلات. اصلا تكلفوا بهادشي، لغيو اليوم الاحتمال ديال الفرن اللي تقطع عندنا في المعسكر. ابراهام حاضره مستر ارسلان، تقدروا تمشيو دابا، غير خرجوا من اللوطو كسير نيشان للمعسكر. ابراهام ما بقيت فاهم والو، علاش باغينا نبعدوا الشكوك على المعسكر. مالك ما عرفتش، ولكن متاكد منه هو الفاعل كاين في المعسكر، ولكن ما عرفتش شكون يقدر يدير هادشي. ابراهام السؤال الصحيح هو واش كاين متقصد يقتل السي اسوار ولا انسه ايريل، ولا متقصد يقتلهم هما بجوج. هذا اللي دارها جرأته زادت على حدها. جابوا ابراهام، هذا اللي دارها انا متاكد السي ارسلان عارف شكون هو، ولكن باغي يبعد شكوك عليه. نو ما كنظنش، حيت بالعكس كون كان عارف شكون كره قتلو على هاد الفعل اللي دار. ابراهام واخا اذا عيطيني السبب علاش السي ارسلان باغي نبعدو الشكوك على المعسكر، يقدر حيت باغي يبعد المشاكل على عائله روتشيلد. شي حاجه ما مفهوماش في الموضوع، ما عرفش شنو كان غيستافد هذا الفاعل الا مات السي اسوار وانسه ايريل. جابوا مالك، تقدر تكون قضيه انتقام، كلشي ممكن. ديك الليله ما نعس فيهم حتى واحد مرتاح، تفكيرهم واحد وهو هاد المصيبه اللي طاحت على ريوسهم، وهادشي كامل بسبب تهور ايفا واندفاعها للانتقام من غير واحد الشخص اللي كان تفكيره مختلف تماما لهادشي. دازت سيمانه بالضبط من هادشي اللي وقع، واسوار خرج من الكلينيك ومشى للقصر. ارسلان مبقاش عاود رجع للمعسكر. ابراهام ومالك كيديروا اكثر من جهدهم باش يقوموا بتضليلهم في البحث على الفاعل، وكيحاولوا ما امكن يبعدوا الشك على المعسكر. اما بالنسبه لايفا فكانت ملهيه غير في تدريب. القصر مقلوب راسا على عقب، الخدامات كيجريو من هنا لهيه، وام ارسلان واقفه عليهم باش ما يبقى حتى غلط، اكيد غتوقف عليهم. واللي مالو هذه الخطبه ديال الابن البكر ديالها خليفه السي ارسلان الشيبه العاصيه اللي كلشي ضارب له 1000 حساب وحساب. اجواء تجهيزات ماليه للقصر، لكن كالعاده خدامين في الصمت، وهادشي من اوامر السي اصلان كبير العائله اللي ما كيحملش الصداع نهائيا. اليوم العائله كلها حاضره في القصر، وهضرتهم كلها على ارسلان وخطيبته. كان جالس جنب جدو اللي كان في الفراش وحداه الطبيب كيفحصو. السي اصلان اول راني بخير، عاد فحصني الطبيب هاد يومين. ارسلان ما غنخسروا والو الا عاود فحصك قدامي. سرطن في الفحص ديالو دار عند ارسلان. مستر ارسلان السي اصلان ما عنده والو، ولكن خاصو يعطي الراحه لراسو وما يبقاش يدير الجهد، ما كيتحملش الجسم ديالو، خصوصا في الاشخاص اللي في هذا السن خاصهم يحاولوا على راسهم. ارسلان تقدر تمشي، خرج طيب من تما. اصلا مازال ما غتمشي توجد راسك، راه خطبتك اليوم، زعما خاصك كان خاصني نتاكد بلي جدي صحته مزيانه باش نقدر نحضر راسي. اصلا واخا نكون على فراش الموت ما نقدرش نغيب على مناسبه كتخص حفيدي الغالي. الشي قوي بغا تموت قوي، ماشي حنا اللي غنموتوا ضعاف. جاوبوا اصلا، هذه حاجه اكيده اولدي، كنستأذن منك
بس ليها راسو وخرج من تما باش يجهز راسو على ود الخطوبه. مشى لغرفته، دخل الحمام، خدادوش، استغرق فيه 5 ديال الدقائق، عاود خرج مشى للجهه ديال الدريس. ملابس ملائمه للخطبه، عباره على سروال كامل مع قميجه كحله وكرافات كحله وكوستين كحل، وتحت لبس باط رجالي في الكحل. المهم كحلها بحال الغراب، حتى الساعه في يده ورش البارفان ديالو، دار اخر تعديلات، وهو الخطيب كامل مكمول، جا في كامل اناقته، غير خرج من الجناح ديالو قدامه اسوار حتى هو لا يقل اناقه عليه، ولكن داير القبس ليديه وسبرادرة في وجهه مغطي ليها الجروح. أصور وهو مبتسم، حيت حتى النهار اللي نشوف فيه خويا عريس. تنز عليه أرسلان، حيت حتى النهار اللي نشوف فيه خويا معطوب في مشات الصحة. راني مع دور كاميو ماشي ساهل. جاوبو أرسلان، عمرك تخلق أعضاء للضعف على العموم ما غتهبطش. صيفطونا نعيط لك انت، اما انا كنت لتحت. توجه للطابق التحتاني، في جنبه اسوار كيهضر على الخطوبه. وصلوا كان القصر من التحت كله مزين وعامر الشخصيات واشخاص الاف في اي حاضر، غير شكون وشكون. ما تلقاش تما شي واحد عنده شركه صغيره وجاي حاضر، ولا مقاوله صغيره وجاي حاضر. الشخص اللي ما تلقاش عنده تما على الاقل تلقى عنده شركه عندها فروع ومصانع. غير وصل لتحت الحضور كيجيو يسلموا عليه باش يشريو معاه المعرفه. زعما كانش مهتم لهذا الشيء، حيت عارفهم غير لحاسين الكابا. تلقى ليه السي اصلان والسي ايتان. سي ايتان، ولدي ارسلان، ولدي اسوار، كلشي كيسول عليكم. سي اصلان، حفيدي الغالي، ما غتجيش عند خطيبتك؟ نسالي شي غرض وغنمشي. اسوار، شويه ونمشي لعندهم الوالد. سي اصلان، ما تعطلش ولدي، تحرك من تما وتبعو اسوار. اسوار، شتك ما راشقاش لك اش تما؟ ارسلان، ما عنديش مع صداع، كاع ضروري هاد التخربيق كامل. اصور بنيتك، علاش واش في نظرك جدي غادي يخلي شي مناسبه بحال هادي بلا ما يدير ليها حفله تناسبها وتخلي كلشي يهضر عليها؟ شاف جهه بنت عمو وعاود شاف ارسلان. اصوار، شي جات غزاله بديك الفستان، ما غاتيش لعندها؟ ما جابوش، مشى لجهه خطيبته والعائله. عاوتاني اصوار، ابشره، اهلا بولد خويا ونسيبه، توحشتك. ارسلان، على هذا الحساب عزيز عليك بزاف، ملي وليتي كتوحشني واخا تكون شفتيني غير في الصباح. شاف جهه ديال شيره كانت شابه في العشرينات من عمرها، بشرتها قمحيه وحروفها كحلين بحال عينيها، شعرها اسود في نفس سواد شعر ارسلان واصل لتحت كتافها. طيتها مقاده، كانت لابسه فستان طويل ومشبك من اليدين. وقف حدا الام ديالها كتهز راسها في ارسلان وكتعاود تحنيه، ماشي بالحشمه ولكن كتخاف منه. عارفه ارسلان اش كيسوى وطبعه كي داير، عمرها كانت متوقعه غادي تختارها، عمرها كانت متوقعه غادي يختارها جدها عليه، وعمرها فكرت فيه ما طاحت فيه غير هي. بس ما كتنغزها باش تهضر مع ارسلان. شي لا، ارسلان لاباس عليك؟ بقى كيطلع ويهبط مود، عاد نطق بخير. سي اصلا، ولي شتك ما مرتاحش، شي حاجه مقلقاك؟ مورغان، سي اصلا، او شوف شكون عندنا هنا. مورغان، كيبان ليا عندكم احتفال بالخطوبه ديال سي ارسلان. سي اصلا، صيفط لك الدعوه ولكن ما كنتش متاكد واش غادي تجي ولا لا. مورغان، راك عارف ما نقدرش نرفض دعوه لواحد من اهم شركائي. دار يشوف ارسلان لقاه ملهي مع التيلي ديالو. سي اصلا، كنظن صافي اتفقنا على داكشي اللي في بالي وبالك. ويا سي اصلا، هذيك اخر قرار ضروري ما نحيدوهم من طريقنا. سي اصلا، هذه ماشي بلاصه هاد الهضره، من بعد البقيه في حياتك على ود بنتك. مورغان، كيبان لي السي اصلا مشغول. سي اصلا واش كاين شي حاجه؟ مورغان، يقدر يكون وصل شي خبر ماشي هو هذاك ولا لا سي ارسلان؟ اصلا ما كانش عقلو معاهم نهائيا، بل كان مع الخبر اللي عاد وصلوا دابا. بدون ما لمحوا كتبدلوا شيئا فشيئا حتى خرج بالزربه من تما بلا ما يجاوب لا جدو ولا مورغان، بلا ما يتسوق لك الكم الهائل ديال الحضور اللي غيلقاو الموضوع اللي غيشدوا فيه. خصوصا انه خرج وسط الحفله، مازال حتى ما كملوا الخطوبه، خرا خطيبته معلقه، ما هي مخطوبه ما هي ما مخطوباش. نطق جدو. ارسلان، اش واقع؟ خرج من تما بالزربه تحت نظرات استغراب كاع الحضور. شنو الحاجه اللي خلاته يخلي خطيبته بهذا الشكل ويخرج بلا ما يفكر لا في خطيبته لا في العائله؟ شنو الحاجه اللي خلاته يخرج بهذه السرعه؟ عند ايفا اسبوع كامل وهي حاسه بالقنط، القياد عطيونها اتصال واحد درجه ما تصورش، ما بقاوش يقراو عليها حتى السلام، خوف على روحهم. الجند ولاو محترمينها كاع الاحترام من مور الحادثه اللي كانت وقعات ليهم مع الجندي، كيتفاداو يجبدوا معاها صداع. تدريباتهم سالاتهم دابا، ولات كدير معاهم غير تدريب العاديه، يعني ما بقى عندها حتى حاجه تلتهى فيها. حتى من ابراهام اللي كانت مولفه تبقى تتعاطى معاه ما كاينش لهذا الغياب ديال الكل على المعسكر، وهادشي خلاها تستغرب. صباح الحال بدا النهار جديد، ولكن هذا النهار باين مصباحه، باين كي غادي يكون. نفاقته هي حسب شي حاجه غتوقع ماشي هي هذيك، عيات ما تطرد ديك الاحساس ولكن والو. بدات نهارها كالعاده بالتدريب العادي، حتى وصلت ديك الثلاثه شويه كتسمع صوت البوابه ديال المعسكر اللي تحلات، ودخلوا من خمسه ديال الطوموبيلات، اللوطو ديال ارسلان، اللوطو ديال ابراهام، اللوطو ديال امالك، وجوج طوموبيلات كبار عامرين بالرجال ديال ارسلان. وقفات كتشوف فيهم وعلامه الاستغراب مرسومين على وجهها.
غابوا سيمانه فجاو جاو بعجاجتهم. بان ليها ارسلان خرج من اللوطو ديالو وجاي في اتجاهها، وتابعينه مالك وابراهام مخنزرين فيها. ايفا مستر ارسلان ما جاوبهاش، جرها من يديها وتم راجع اللوطو بالزربه وملامحه ما كيتفسروش. ارسلان طلعي. ايفا ما فهمتش فين غنطلعوا، شنو واقع؟ حط اصبع السبابه واصبع الابهام على جبهته كيكالمي في هاد الاعصاب اللي عاد ولاو كيجيوه. عمرو تعصبو، عمرو خلى شي حاجه ولا شي واحد يعصبو، حيت بكل بساطه كانت تثيري فيه ويرتاح. ولكن من نهار عرف ريماس ومشاكلها اللي ديما دايراهم ليه وعلامات الاعصاب بداو كيبانوا عليه. كنت قلت لكم في البدايه بلي ارسلان واحد الشخص دمه بارد، وعمرك تعرف فاش كيفكر ولا واش معصب ولا فرحان ولا مقلق، حيت بكل بساطه كانوا الملامح ديالو خاليه من اي تعبير. كان المعنى الحقيقي ديال الرجل الثلجي. ولكن من بعد كلشي تبدل من نهار اللي غرت فيه الطانوفيس، وكانوا اول تعابير تصموا على وجوههم تعابير الصدمه. من تما بدا كيتبدل شيئا فشيئا. ارسلان طلعي وما تخلينيش نعاود هضرتي. ولكن ما فهمت شنو كاين، شرح لي اش كاين. ديك الساعات نقدر نركب دفعه في اللوطو وسد الباب ودار لعند مالك وابراهام تكلفوا بيهم. ابراهام حاضر مستر ارسلان. مشى الجهه الثانيه ديال اللوطو ركبوا كسيره بيهم الشيفور. ايفا مستر ارسلان ما غتشرحش لي اش كاين؟ ارسلان بحده حسك ما نسمعوش. تقطع الحس في اللوطو، بقات كتفكر غير فين كاين وفين غاديين وعلاش دوك الرجال كاملين اللي خلاهم في المعسكر كيشوف ارسلان. كتشوف ارسلان اللي مهدن، ولكن هاد المره الهدوء ديالو لا يحب الخير. صارت الصمت، ولكن ديك الصوت ما دامش، حيت ما هي الى لحظات تسمع صوت الرصاص موراهم، صوت الرواد كيتحكم على الارض. دارت الدوره بالزربه باش تشوف اش كاين. لقات سيارات كحل تابعينهم مستفين وخارج منهم رجال كيضربوا جهه اللوطو ديالهم. رجعت البلاصه ونطقات مستر اصلا ما قالش ليا بلي غنعاودو نفس التدريب ديال ديك المره، ولكن هاد المره ما عندناش السلاح. اش غادي نديرو باش ندافعوا على راسنا؟ قلت لك حسك ما نسمعوش. دار يشوف شحال من لوطو تبعاهم، لقاهم غاديين ل 15 لوطو غاديين وكيقربوا ليهم حتى ولاو جوج طوموبيلات جنبهم، وحده من اليمين وحده من اليسار. يلا دار باش يهضر مع الشيفور شويه ويتسمع الجاج اللوراني ديال اللوطو تهرس بالفعل القرطاس اللي كيتضرب. ارسلان اراد المانيطه اللي حداك، عطالو شفر بالزربه. كانت عباره على مانيطه في الرمادي، حلاو كانوا فيها نفس النوع ديال الاسلحه ديال ديك المره. جبت جوج فراده دار ليهم العماره ديال القرص ولاح المانيطه للجهه الثانيه. حل الباب ديال اللوطو بدا كيتري في داك اللي راكبين في اللوطو من جهته. بدا بالشيفر هو الاول، عاد تبع ليه دوك اللي كانوا راكبين معاه وكيتري في اللوطو. بدات اللوطو ديالهم كتعواج في الطريق حتى تنحرفات على الطريق ديالها. سد الباب وحل واحد اللعيبه كتكون في السقف ديال اللوطو. طلع فوق الكرسي وبدا كيتيري في اللوطو من الجهه ديال ايفا حتى صفاها ليهم كاملين. هي عاد تات معاه بلي ماشي كيدوزو بحال المره الفايته، حيت المره الفايته ما كانوش كيموتوا، بل كان القراص كتضرب غير في الروايد والجاج ديال اللوطو. زاد ديك المايطه وجبت منها جوج فراده، وواحد دارت ليهم العماره وواحد خشاتو بين السمطه والسروال، وواحد خلاتو في يديها. حلات السرجم ديال اللوطو اللي من جهتها وجلسات عليه يتشدى بها باش ما تطيحش، وجهزت بها السلاح وما هي الا تما حتى خرجت راسها حتى هي كتحدد المنطقه اللي غتضرب فيها. ومن الاحسن المنطقه جاتها هي جات القدامي ديال الطوموبيل اللي تابعينهم. بدات كتري فيهم واحد بواحد، واصلا من الفوق كيتري في دوك اللي خارجين من السرجم كيضربوا بالقرطاس في جهتهم. لاحظ القراص اللي كيضرب من اللوطو ديالو، لقاها عاقده حجبانها وعينيها مركزين على الطوموبيلات. نتك ارسلان يفرجع اللوطو. لا مستر ارسلان ما غنرجعش واش نتخبى. ايفا قلت لك تخلي لا مستر ارسلان ما غنرجعش واش نتخبى. جاوب ارسلان بنبره كتدل على العصبيه اللي ولات تجي. ايه فقط لك دخلي اللوطو. لا كنت قسمت بالاخلاص لك وللدوله وما نقدرش نتخبى. ايه دخلي اللوطو ولا غتعاقبي. ما كاينش العقاب وغندير خدمتي اللي مفروض نديرها. ايفا بقات ساكته، مابقاش عاودت جاوباتو وخواليها الفردي بجوج واضطرت تدخل باش تعمر الفردي تاني. كتعمرهم بالزربه ورجعت لبلاصتها في السرجم. القراص غير غادي كيجهد عشان يقدر يقتل اكبر عدد منهم اللي كانوا تابعينهم. وايفا كتحاول ما امكن ما تخليهمش يقتربوا من اللوطو ديالهم. انك كتواجه 15 طوموبيل وفي كل طوموبيل كاينين 4 ديال الاشخاص، يعني ضرب 15 في 4 كتسمى مواجهه 60 شخص مسلح. هذه بحد ذاتها كتسمى شجاعه. هذه في حاله كنتي راجل ولا كنتي بنت واجهتي هذا الكم الكامل. وزيد عليها راكبه في اللوطو وما حيلتك اللي تشد راسك باش ما تصدقش مرضوخ في الارض، وما حيلتك القطاس اللي كيتضرب من كل جهه. مع ذلك ما تخبعتيش بل واجهتيه بكل شجاعه. شنو كيتسمى هذا الشيء؟ بقاو ملهيين مع الطوموبيلات للور، وللاسف ما رحتوش الطوموبيلات اللي كيتسناوهم من قدام. بالقطاس جايهم اللور والقدام. دار ارسال لقاهم في 15 لوطو اخرى. دخل كيعمر في الفردي وايفا بقات كتضرب اللور وما شافش اللي القدام. اصلا يديه كيعمر في الفردي وعينيه مع ريماس ومع دوك اللي القدام حتى لواحد اللحظه بان ليها واحد كيصوب الفردي في جهه ايفا اللي عطاها بالظهر. جرها ارسال جره وحده اللوطو كانت على شويه غتاخد دقه في العمود في قريب ساب ديك الجره. ايفا ارسلان
مبقيتش كتسمعي الهضره ياك، وليتي كتخالفي اوامري. انا بغيت غير نعاون ماشي نتخبى بحال الجبناء، وهادشي ماشي مخالف للاوامر ولا القوانين. قلت لك تدخلي ولا ما قلتهاش ليك؟ بقى كيشوف فيها بحده، شاف الشفر من المرايه اللي بدورو فهمو وزاد في السرعه. بقى ساكت ومره كيطل يشوف شحال من لوطو تابعينهم. كانت لوطو وحده وفيها غير شخص واحد هو اللي باقي يحي. ما عرفتش فاش كيفكر، سكوتو ما كيدلش على الخير. واش يكون اسوار مات زعما؟ ثلاث سكتوا خصوصا فاش شافت الحاله والمكان اللي راهم فيه. زيد على ديك الشوفات اللي كيدير فيها حادين بحال السيف. الملامح ديالو كانوا ممحيين وما كيعبر على والو، ما كتعرف واش معصب ولا مهدن. بدون مقدمه دور يدي على الخصر ديالها، عنقها وتكى عليها. جا من فوقها، جات ناعسه على الكرسي وهو من فوقها. بقات كتدفع فيه ريمات بعصبيه. ونوض عليا اش كدير؟ ملي ما كملت هضرت حتى حسات باللوطو، تزعزعات بيهم ودخلت في بوطو ديال الضو. وما هي الا لحظات هبطت من ديال الرجال مسلحين من دوك اللوطو اللي تحاتهم. بقى كيتيريو في اللوطو ديال ارسنال شي فورمات لسبب الرصاصه اللي اخترقت راسو. قربوا من السرجم ديال اللوطو باش يشوفوا واش صافي قتلوها، حيت ايفا هي الشخص المطلوب باش يتم قتلها. وحضرهم مورغون يبعدوا من ساحه ارسلان، ولكن هما فهموا الاوامر بالمقلوب. ما لقاو والو في اللوطو، لا ايفا لا ارسلان. فين مشات هادي؟ هربات. ما هي الا حتى تفاجئوا بارسلان اللي كان موراهم. هزوج فراده موراهم وتيره فيهم في دقه وحده. ضل عند الاخرين مره كيزيدوا لقدام ومره كيتراجعوا خطوات اللور مترددين واش يجيو ولا لا. دار لهم اشاره بيديه باش يجيو. شي كيبان لك البشر غادي كيجري في جهته، وكل ما كيقرب شي واحد فيهم كيتيري فيه. خوال فرادة بجوج وجبت جوج فرادة اخرين، كل واحد شادو بيد. بدا كيتيري في كل واحد كيهز الفرد في جهته. سرى القرطاس من الفرادة وحاليا ما بقى عنده حتى واحد عامر. كيشوف باقيين جايين لجهته، تسمع ابتسامه شيطانيه على الثغر ديالهم. حيد الفيست لاحة وبدا كيطوي الكمام ديال القميجه وكيطلعهم وعينيه على دوك اللي جايين. مع وصل عنده جوج شد واحد فيهم والوليه يديه خلاه يتيري في راسو، وعاود دور ليه يديه خلاه يتيري في صاحبه. ولاحو مشى كيجري لجهه الباقيين بدون سلاح وبدون واقي رصاص. بدا كيقتل هذا ويذبح هذا، ما قدروش يلحقوه. كيفاش غادي يلحقوه وارسلان معروف عليه بخفات اليد ديالو؟ وقع حتى كانوا كلهم جثث هامده. مشات ايفا كتجري لعندو. شكون هادو؟ واش بغاو؟ وعلاش باغيين يقتلونا؟ ما جاوباش وما شافش جهتها. كان مركز مع الصوت اللي كيسمع. كانوا صوت خطوات ديال رجال اخرين جايين بشويه زعما بس ما يشوفهمش، ولكن مع من هما جايين حتى لعند ارسنال اللي كيقدر يميز الكذب من الحقيقه من صوت بنادم. ما بغاوش يسمع صوت خطواتهم. بحركه سريعه دفع اللوطو اللي كانوا راكبين فيها اللي تيراو في اللوطو وسد عليها الباب. ودابا عاد تجيو تشوفوا المجزره اللي وقعات، اكبر مجزره خاضها في حياته. دميت غير سايحين حتى غطات السرجم ديال اللوطو الريماس. ما بقات قادره تشوف والو بسبب الدم اللي غطى الزاج ديال اللوطو. بغات تخرج وتعاون تسمع غير صوت القرطاس وصوت الضرب، ولكن ارسلان حذرها باش ما تهبطش. فواحد اللقطه تقطع الحز. ما هي الا ثواني تحلت الباب ديال اللوطو. كان نفسه ارسلان تصدمت من المنظر ديالو، عينيه كانوا مظلمين والخد ديال الدم دايز من جبهته. ملابس سوداء تغطات بلون الدم القاتل، يديه كلها دمايات. كان كيبان بحال شي شيطان ركبوا دمار اللوطو. سير في اتجاه المجهول يتصايق بها ويتشاد بها التالي. دوز من مات ابراهام. قلت لك تكلف ولا ما قلتهاش ليك؟ جابوا ابراهام مستر عصام. حنا بالفعل مكلفين وبالسلطه اللي عطاتيني ما خليتهمش يدخلوا المعسكر حتى يجي اللي مكلف وعطيتهم تحذير وقلت لهم نفس الشيء اللي قلتي لي، بلي هادشي اللي ما وقفش هنا غادي تكون عندهم خساره كبيره وغادي تقطع مع العائله مورغون اي حاجه كتربطكم. هادشي اللي كاين. جابوا ابراهام. سي مورغون قال بلي ضروري خاص يهضر معاك ولا هاد الخبر غتوصل للسي اصلا. خليك مراقب المعسكر. قطع عليه شويه ويصون التالي ديالو. طلعت ليه نمرت مورغون. جاوب مورغون. سي اصلا اش هادشي؟ كنتي عارف القتاله ديال بنتي وخبعتيها عليا؟ بقى كيشوف ايفا كيجاوب في التالي. شويه رجع عينيه للطريق حيت سايق. علاش؟ واش انت سولتيني عليها مورغون؟ جابوا مورغون. شنو المعنى ديال فاش جينا نديوها ما بغيتيش تسلمها لينا؟ سي ارسلان هادشي اللي كدير فيه راه غير علاقه عائلتي بعائلتك. وقف اللوطو وترسمت ابتسامه جانبيه على وجهه. نطق ارسلان. والخاسر الوحيد في هادشي هو انت. صارت حليف بحالك ما عنده ما ينقص مني. مورغان ما تنساش السي ارسلان بلي عندي حلفاء من غيركم. جابوا ارسلان. ما نسيتش هادشي وما تخافش مورغون، ولكن بالي انت اللي نسيتي بكلمه مني كلشي قطع علاقته بيك في الاخير تبقى بلا حلفاء بحال اللي وقع للمارشال. مورغون كتهددني؟ انا ما كنهددش، كندوز نيشان للتطبيق. تبغي تجرب؟ مورغون اللي مات راها بنتي الوحيده، واش بغيتيني نتغاضى على هادشي؟ جابوا ارسلان. الا كنتي كتفكر في مصلحتك مورغون مشكل بسيط بحال هذا كنظن ما عنده لا شي يوصلوا ليه لهاد المواصل ولا لا مستر ارسلان. الرجال اللي صفتيهم يتبعوني نعتبرها خيانه منك. مورغون باستغراب. اين رجال؟ ارسلان كيبان لي ما عندكش قدره السيطره على رجالك. اين رجال كتهضر عليهم؟ ارسلان اللي صفتي يقتلوا القائده متدربه من تحت يدي ودرع عليه من الثاني.
دار كيشوف ايفا اللي كانت مصدومه، اصلا ما ولاش يكذب عمرو كذب، كيفاش قضيه الدرع اليمن وابراهام مرغون. بلاتي انا هضرت مع رجال يجيبوها فقط الا كانت بوحدها. انطق ارسلان. مرغون غنلخص لك كلامي في جمله وحده، حيت ما عنديش معاك كثرة الهضره. المره الجايه اللي نعاود نشوف واحد من الرجال كيضرب شي حد كيخصني، ما غاديش ننتظر اني نخليك على الحضيض ونشرد عائلتك. اول تنبيه واخر تنبيه لك، المره الجايه ما غنهضرش غادي نطبق. مرغون. كيفاش كتخصك وبنتي اريل؟ بنتك اريل في القبر. مرغان. كنظن خاصنا نعاودو نهضروا في هادشي من جديد. ارسلان. باغي نعاود هضرتي؟ حق بنتي وحق خطيبتك يضيع. جاوبو ارسلان. ما غيضيعش حيت بكل بساطه هاد اللي باغا تقتلها ماشي هي السبب باش مات بنتك. قطع عليه في وجهه. علاش نسحب ليكم واحد بحال مرغان غادي يدهشر ارسلان؟ وفعلا مرغان عنده نفوذ واموال وسلطه، ولكن اللي خاصكم تعرفوا هو انه ارسلان هو اللي خلى بزاف ديال العائلات يكونوا حلفاء مع عائله مرغان، وهذا الشيء عن طريق انه كان في واحد الوقت كيبان هو ومرغان بزاف ديال المشاريع مشاركينهم. اصلا مرغان ولا مشى ارسلان حتى انسحب منهم غتكون خساره كبيره بزاف لمرغان، وهادو من الاسباب اللي خلاه يبدا يرطب معاه. ولكن واش في نظركم غيبقى ساكت هكا؟ مع العلم هو عارف انه لمشى قرب لشي واحد من عائله روتشيلد، اول واحد غيتقلب عليه هو السي اصلان بنفسه. عائله مرغان من اهم الحلفاء لعائله روتشيلد، خصوصا انهم في واحد الوقيته كانوا شاركين بزاف ديال الحوايج ومشاركين في المنظمات الماسونيه ديال الاعمال ديالهم، خططوا البلانات وكانوا غيكونوا عائله وحده وكان هادشي كامل. ولكن هادشي كامل كان غيمشي بسبب المشاكل اللي دارت ايفا سي اصلا ما فهمش القضيه الدرع اللي من واش كتبتي عليه وعلاش هو باغي يقتلني. اصلا بلا ما يشوف فيها راجعي راسك وشوفي حتى هو اللي درتي مؤخرا. اين واحد فيهم؟ نطق ارسلان. مزيان عافا راسك ما درتيش غير واحد. سكت شويه وكمل هضرته. من اليوم غتكوني دراعي اليمن. نطقات ايفا. ابراهام غيبقى بلاصتو وانت غتكوني احتياط في حال كانت مكلف ابراهام بشي حاجه اخرى. ايفا. والحرب اش غادي نديرو فيها؟ اكيد ما غاش نفلتها، شحال من وانا كنوجد ليها. ارسلان بدون ما يشوف فيها. هاد الايام وليتي كتردي معايا بزاف في الهضره، ما بقاو كيوقفوك لا قوانين لا قواعد، بلي بغيت ترجع للزمان ديال التداريب. ولكن انت بنفسك كنتي قلتي لي قبل ما نولي قائده بلي امر مؤكد غنمشي مع القياد. ارسلان. كان ولكن دابا ما غيكونش. شنو يتبدل؟ شنو درت السي ارسلان؟ كنت نعمل قائده وهادشي بشهاده الجميع، ودابا غتحرمني ندخل في الحرب على ود بلادي؟ هدرتي قلتها. اوكي فهمتك، حتى انا مقدر المنصب اللي باغا تعطيني، ولكن كنعتذر حيت ما غنقبلوش. اصلا بقى ساكت. ايفا. وغنرجع للرتبه ديال القائده، ماشي كنخالف اوامرك، ولكن بغيت ناخذ حق عائلتي اللي تقتلات على يد المسلمين، واختي تغتصبت وتقتلات وهي باقا طفله. اصلا بقى ساكت ومتجاهل كلامها. اخر قرار عندي هو هذا مسير اصلا ما نجاوبهاش. نعتبر موافقه من عندك. حبس الطوموبيل في واحد الخلا، بقات غير كدور عينيها فيه. حل الظلام وتما كاين غير الخلا والقيفار. هبطي. فين غادي نهبط؟ وعلاش غادي نهبط؟ ارسلان. بغيت تبقاي في رتبتك هبطي. بقات مستغربه اش الطلب تاعي. حلات الباب وهبطت، بقات كتسنى اش غادي يقول. هاني هبط. تحركي لقدام. جبتو. فين؟ قدام اللوطو. مستر ارسلان. ما فهمتش واش هادشي ضروري؟ بغيت ترجعي لرتبتك في نظرك كتستحقيها. بطبيعه الحال كنستحقها. اصلا سيري لقدام اللوطو، الاختبارات اللي دازو منها القيد غدوزي عليها بحالهم بحالك. واخا مشات لقدام اللوطو وبقات كتسناه اش غادي يقول. جري في نفس الخط اللي غنمشي فيه انا. كتقصد انا نجري وجات تتبعني باللوطو؟ الا كملتي غترجعي للرتبه ديالك، والا ما كملتش القبر كيتسناك. ما كنخافش من الموت السي ارسلان. بدا يجرى دابا. بدات كتوجد راسها الاختبار كان كتالي غتبدا تجري وهو غادي يتبعها باللوطو بواحد السرعه محدده، وفي حال تحبتات غادي يدوز فيها وعادي، وفي حال تقلات الجري كذلك غادي يدوز فيها. وبالنسبه للوقت اللي كيسالي فيه هذا الاختبار غير محدد، حتى كترشق ليه هو، ولكن ما كيزيدش على ساعه ونص. يعني الا كان عندها الزهر غادي يخليها تجري ساعه ونص وصافي. وهذا الاختبار واحد من الاختبارات اللي كيختبر بهم القياد اللي كيتعينوا في الرتبه ديال القائد، واسهل اختبار بين 20 اختبار اللي كيدوزوا منهم. يعني حتى كيشوفوا الموت بعينيهم عاد كيطلعوا للرتبه ديال القائد. ولكن هي كان عندها استثناء حيت ما دوزات حتى اختبار منهم، وهذا واحد من الاسباب اللي كيخلي انه ما كاينش نهائيا قائد من الاناث عندهم، حيت ما كاينش اللي كتقدر تصبر على هاد الاختبارات اللي الرجال براسهم ماشي كلهم كيتحملوهم. داكشي باش بقاو القياد معجبين فيها، كيفاش بنت بحالها قدرت تدوز الاختبارات بحال هادوك. والسبب هو انهم كيظنوا بلي هي فعلا دازت منهم، حيت عارفين ارسلان صارح بحال هاد الامور. اميراتي، الى هنا غادي تكون انتهى الجزء الثامن. كنتمنى تناقشوني في الاحداث اللي طراو وشنو كتوقعوا في المستقبل غادي يوقع بين ارسلان وايفا، وعلاقه ديال ايفا واسوار شنو المصير ديالها. كنتمنى تناقشوني، وكنتمنى الا كنتو حتى دابا مازال درتو لايك واشتراك وتعليق زوين بحالكم تحطوهم دابا. كنبغيكم بزاف ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنموت عليكم.